ازيك يا جوزيف، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. ايه الاخبار يا كبير؟ اخبار الدنيا معاك ايه؟ والله تمام، ماشي الحال زي الفل. الحمد لله الحمد لله يا كبير. دي اول مرة اعتقد تعمل فيها بودكاست، صح؟ بالظبط، أول مرة. ايه رأيك في وبصر... الفكرة؟ هو بصراحة فكرة جميلة يعني، وفكرة البودكاست دي أنا شايفها كويسة وبتلخص كتير للشباب، وبتفيدها طبعا جدا. لأنه الشخص اللي بيكون بيقدم البودكاست فطبعا بيحكي خبرته أو بيقدم معلومات فيها إفادة كتيرة بصراحة، فبتلخص كتير على الشباب. وبتوفر عليهم سوق العمل مثلا، أو لو حد مثلا فتح بيزنس. بالظبط. اعتبر انا برضو شايفها ماشية مع البودكاست، اللي هو احنا هنجيب للشخص من الاخر. بنشوف قصة نجاح الشخص او الشخص وصل ازاي، وبنلخص لك ده كله في ساعة ولا ساعة ونص، وتمشي على الخطوات ديت وان شاء الله توصل يعني. بالظبط، حتى الفكره دي انا كنت من زمان يعني حد حط هدفها في السنه دي، اني اقدم يعني يجي وقت ان شاء الله اني اعمل بودكاست. ليه؟ طب مثلا بودكاست، لانه شايف البودكاست ده من خلاله انا بحاول اقدم افاده. فشايف اكتر حاجه اللي هقدم افاده من خلالها هي البودكاست. مم. بالظبط. ربنا ينفع بينا ان شاء الله. طيب يا ان كبير، شاء الله. خلينا كده اولا نبدا كده البودكاست كده. عرف نفسك للناس كده، انت مين؟ بتعمل ايه؟ كام سنه كده؟ تمام جدا. في البدايه انا اسمي جوزيف عيد، من محافظه سوهاج، مركز دار السلام، من قرية دير النغميش. بدرس في كلية الزراعة، برنامج علوم اقتصادية واجتماعية، الفرقة الرابعة. ده بالنسبة للدراسة وأنا مني. طب بدأت طبعا في سنة أولى كلية، اللي هو انضم التطوع وستودنت اكتيفيتي. وبدأت شوية كبي ار، ثم بعدين طوعت شوية كاتش ار ريكروتمنت. ثم بعدين طبعا طوعت كسيزون واحد لجنة ماركتينج. ده بالنسبة للتطوع. بعدين بالنسبة للشغل، بدأت في الشغل في البداية خالص كمحاسب في شركة عندنا هنا في أجهزة كهربائية. بصراحة دي أفادتني جدا، يعني من الحاجات اللي أفادتني واللي فهمتهاني اللي هي أهمية مم. العلاقات. دي كنت أول حاجة لا أفهم إيه العلاقات دي، وده شفته من الشخص اللي هو صاحب البيزنس نفسه. يعني كنت كان هو لا شخص اجتماعي وبيحب يتعرف على الناس. فبصراحة استفدت منه يعني النقطة دي. واتعلمت برضه نقطة السيلينج، لأن كنت موجود أحيانا أبيع. فأفادتني جدا بصراحة النقطة دي، وفتحت لي أبواب برضه. ده رقم واحد. رقم اتنين، اشتغلت في شركة توظيف كاتش ار ريكروتمنت. ودي بس كانت كويس. فترة بسيطة، لأن أنا ما لقيتش نفسي في مجال اتش ار. اه، هي اضافت لي مم. طبعا وافادتني. طب افادتني في ايه؟ افادتني ان انا فهمت اكتر عن السيره الذاتيه. وبدات اكون شبكه علاقات اكتر كاتش ار. ودي برضو لحد دلوقتي في اتش ار كتير بيتواصل معاي، وان هو بيبدا يبعت لي وظائف وببدا اشيرها. فطبعا الوظائف دي مم. بتكون ثقه. واحيانا بنسبه كبيره بقدر اعمل ريكومنديشن لو الشخص لا فعلا الشخص ده عارفه وذو كفاءه ومتمكن في المجال بتاعه، فانا مفيش مشكله ان انا اعمل له ريكومنديشن. تمام. مم. ده بالنسبه للاتش ار. اشتغلت برضو شويه وما زلت برضو شغال كبي ار. المجال ده برضو الحمد لله من فترة كبيرة، سواء تطوع أو كشغل. والحمد لله حاليا شغال كبي ار في شركة برضو كعلاقات عامة، وشغال برضو في شركة في الإمارات كعلاقات عامة برضو. مم. بس وعندي يعني إيه في كم مجال كده اللي هو عندي خبرة بسيطة فيهم. وحابب بس لسه هكمل فيهم، فمش حابب اذكرهم دلوقتي، ولكن ان شاء الله يعني لما ابدا اخد خطوه فيهم كويسه فهبدا اعلن ان شاء الله، وبحيث اقدر اقدم افاده فعلا. كويس والله، اللهم بارك اللهم بارك. ربنا يزيدك يا رب. طب لقيت الشغل ده تسلم. ازاي يا جوزيف؟ يعني انت دورت على الشغل ده ازاي؟ اشتغلت الحاجات دي ازاي وانت لسه طالب؟ تمام. اشتغلت الشغل ازاي ده؟ في يعني حاجه حلوه اللي هو شفت مثلا بيقول لك ايه اللي هو يعني اللي هو فكره العلاقات، وفكره اللي هو انك تنزل وتتنطط تعمل علاقات كتير. كويسه مع الناس يعني وكده. بالظبط بالظبط، ايوه العلاقات يعني هي بفضل ربنا يعني. لا العلاقات، وكنت بحب اجرب كتير يعني فاهمني. لا مثلا ادخل الكوميتي ده، ادخل مثلا المجال ده، ادخل هنا لو اجرب وفكره ان انزل ايفنتات واسافر واروح. فدي برضو فتحت لي فرص كتير، ان كان اغلبيه يعني المشاركات بتاعت سواء ايفنتات او مؤتمرات او تطوع كله كان في البدايه كان في القاهره.
ففكره التطوع بجانب فكره اللي هو النتوركينج اللي عملتها الحمد لله، فده بدا يفتح لي فرص كتير قوي، بجانب طبعا البراند بتاعي على لينكد ان. فكان اللي هو لا كان يكلمني مثلا كذا حد يقول لي لا انا مثلا جاي لك من طرف فلان، انا والله شفت مثلا شفتك على لينكد ان انك بتعرف واحد اثنين ثلاثه اربعه، فانا جاي مثلا لو محتاجك معي في الشركه، محتاجك معي مثلا في التدريب ده، محتاجك معي كتطوع. ففكره اللي هو البراند بجانب العلاقات، فدي طبعا الحمد لله بفضل ربنا فتحت لي ابواب كتير طبعا. يعني يعتبر نقدر نقول كده من الكلام دوت ان العلاقات تقدر توفر لك شغل وانت لسه طالب، تقدر تعمل لك كل اللي انت عايزه. طبعا طبعا لو الشخص عنده مهاره كويسه جدا وبدأ يعمل براند لنفسه وبدأ يكون شبكة علاقات، فأيسنكو بنسبة كبيرة لا هيقدر يشتغل من هو ولسه طالب. كويس والله كويس. طبعا العلاقات ديت نعملها عن طريق بقى ان احنا نجرب، ان احنا نخش نحضر ايفنتات، ان احنا نخش تيمات تطوعيه وكده، بالظبط صح؟ بالظبط ايوه، اللي هو انا مثلا في علاقات بتتقسم جزئين، في اللي هو انا ممكن اعملها من خلال لينكد ان، وده تمام. برضو هدف من اهداف لينكد ان، ان انا ابدا لما ابدا اعمل براند لنفسي، في ناس تتواصل معايا والله طب تمام ايه ماشيين بمبدا ايه وين وين سيتويشن، انت هتقدم لي ايه وانا اقدم لك ايه بقى. تمام، تكسب ده مني رقم وانا اكسب واحد. منك. بالظبط. رقم اتنين بقى اللي هي اوف لاين، دي اللي هي بتتم مثلا ايه مسابقات بتتم، ايفنتات بتتم. وفي نقطه برضو مهمه جدا اللي هو لو الشخص نفسه اللي بيقدم محتوى كويس او الشخص ده لا مثلا حد شاطر في المجال، هتلاقي الناس دايركت هي جايه حابه تتعرف عليها. تمام. صح. اه. بس ففكره لا انك انت تكون حد مميز بجانب انك فطول لا ما انت الواحد بيفيد، بتحضر. طول ما الواحد بيفيد الناس فعلا، الناس هي بتكون اللي عايزه تتعرف عليك اصلا. بالظبط بالظبط، وده بفضل ربنا حصل معايا يعني لا في كذا مثلا مكان نزلته، لا اللي هو مثلا كان شايفني على السوشيال ميديا، شايفني على لينكد ان، طب ازيك عامل ايه، طب تمام اديني رقمك، فاهمني. والحمد لله دي يعني بفضل ربنا من كذا شخص معاه. كويس كويس جدا والله، اللهم بارك. تمام يا كبير. طيب ايه اللي مخليك، انت شايف ايه اللي مخليك مختلف عن الناس ان انت اشتغلت آه، تمام، اللي شايف اللي هو الحمد لله يعني فضل ربنا اللي فكره ان انا بسعى وبسعى اللي هو لا وبتنطط كتير، رغم انه لا مريت بظروف صعبه في البدايه خالص، وفكره ان كمان من الارياف واللي هو لا انت عارف بقى فكره هي ابن العم وابن الخال والمقارنه والكلام ده. فاللي هو انا في البدايه خالص كنت منفض من الكلام ده خالص، لا اللي هو طب مثلا ابن عمك قاعد هنا ما سافرش مش بيعمل زيك وهو قاعد وشغال، طب ماشي مع احترامي لابن عمي مع احترامي لابن خالي، كل واحد له هدف. تمام، انا هدفي مثلا لا اللي هو انا اشتغل في شركه انترناشونال، هدفي ان انا حابب مثلا بعدين اصلا ان انا اقيم في القاهره اصلا في وجه بحري، مش حابب اقعد في الصعيد. فانا لا كان تخطيطي كله حتى في البدايه كان كله فاكرني من القاهره، سواء علاقاتي او كان تطوعي او ما زلت شغلي، كان كل اللي يكلمني من سوهاج من فتره يقول لي انا فاكرك من القاهره اصلا. بس ففكره اللي هو لا اللي يعني الشخص برضه بصفه عامه انه يتجاهل الكلام السلبي وملوش دعوه بحد، قارن بس قارن نفسك يعني امبارح كنت فين ودلوقتي فين، بس ماليش دعوه مثلا بفلان وكل واحد، لانه كل واحد له هدف وحلم طبعا. يعني انت كان عليك ضغط مثلا من الاهل مثلا اللي هو بيقارنوك بالقرايب، وده عمل ايه وده عمل ايه وانت قاعد في مكانك والكلام ده؟ بالظبط نقول شبيه كذلك، يعني اللي هو في اللي هو مثلا يعني وده حصل معي هي حتى مقارنات لما. بتحصل من الاهل عندنا كلنا، اهلنا كلنا. بالظبط وده حصل معايا موقف شخصيا لما في مره كنت انا يعني بعد اللي هو قدمت لما جيت في البدايه خالص في الجامعه، قبل انا كان هدفي كليه ألسن. تمام. فللاسف ما كنتش جبت مجموعها، فكان قدامي حل اللي هو اقدم كمنحه، فقدمت في كذا جامعه ولكن للاسف ما اتقبلتش، ولكن بس كانت اخر مره قدمت فكان حصلت معي ظروف اللي هو يعني اتكسرت وعملت عمليه. فكان في حد قريب انا متذكر انه جه قعد معايا ساعتها انا وتعبان، اللي هو بيقول لي دي اخرة اللي يطلع نخله عاليه، ليه ما تقولش مثلا زي ابن عمك هنا، ابن عمك شغال، طب ايه الفايده اديك مثلا سافرت ايه اللي عملته. فرديت عليه رد قلت له هو انا على الاقل خالص اللي هو انا حتى لو ما اتقبلتش، انا كان لسه ما جيش فكره ان انا اتقبلت او لا، قلت له حتى لو انا ما اتقبلتش فانا كده عملت اللي عليه وراضي. بس فكره اللي هو انا لو لا قعدت وما قدمتش في المنح دي، فكنت هزعل اللي هو لا انا مثلا كان قدامي فرصه ان انا اقدم في المنح، كان ممكن ادخل كليه اللي انا حاببها، فانا اهملتها، فانا كنت هبقى عايش يعني باقي العمر او الفتره اللي ابقى ندمان ان كان قدامي فرصه وانا ما استغلتهاش. انما انا كده انا ما دخلتش ألسن،
ودخلت زراعه، لا بس انا كده لا، انا كان كل الوسائل قدامي او الطرق فانا استغليتها، ولكن ربنا شايف ان انا افضل هكون هنا بس. فالحمد لله على كل حال يعني. من الاخر يعتبر زي ما بيقول انت عملت اللي عليك وخلاص، جت زي بالظبط الفل ما جاتش بالظبط اه. بالظبط. كويس والله. طيب طفولتك اثرت فيك ازاي؟ يعني هل التربيه مثلا ايام زمان اللي والدتك والدك هم اللي ساعدوك ان انت توصل اللي انت فيه دوت؟ التربيه بتاعتهم مثلا خلتك ازاي تفكر بطريقه ايجابيه مثلا عن طريق المعامله بتاعتهم ليك؟ ايه اللي خلتك مثلا يبقى عندك استمراريه ومثلا طموح في غيرنا ناس كتير ما عندهمش اصلا الطموح دوت ولا حاولوا يعملوا نص اللي انت عملته؟ هل الطفوله دي تمام. اللي اثرت فيك كده؟ اه طبعا، اللي هو والدي هو توفى السنه وانا في سنه سته ابتدائي توفى والدي. فكان والدتي اللي هو كان دايما يعني اللي هو انا هي اللي هو انا حابب انجح علشان هي اللي هو افرحها. اه هي يمكن للاسف برضه توفت وانا في ثالثه ثانوي، ولكن كنت بسعى دايما اللي هو انا اللي هو لا ابقى ناجح اولا علشان افرح والدتي حتى لو هي متوفيه. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو انا اكون فخور بنفسي، واللي هو برضو كبلدنا او كعيله اللي هو مثلا يقول لا الشخص ده مثلا ناجح منين، مثلا من القريه دي او من البلد دي. مش بس انك انت فكنت اولا حابب ثم دايما. العيله. بالظبط بالظبط. فانا كنت بسعى دايما اللي هو لا اللي هو انا حتى في حابب اسيب اثر، يعني اللي هو مثلا جوزيف لا ده والله مثلا الشخص ده مثلا تمام ناجح، الشخص ده لا ساب اثر. فحتى حابب اغير فكره اللي عندنا هنا في الارياف والكلام ده، لا انا انجح عشان هنا عايز اساعد هنا في المكان اللي انا فيه واغير تفكيرهم واقدر اوفر لهم فرص واقدم لهم حياه كويسه تفيدهم. ايوه ايوه. عشان كده بقى بتنزل وظائف، بشوف بتنزل وظائف، بالظبط بتنزل كورسات، بتعمل سيشنز، كل ده واعتقد كمان مجاني من غير مقابل. ف بالظبط يعني هدف من اهدافك اللي هو انت تساعد الناس، تفرحهم، تسيب لهم اثر عنك كويس، الناس تفتكرك مثلا، تدعي لك، مش عارف ايه وهكذا. بالظبط. ده حتى في مقوله يعني شيء بشيء يذكر، بيقول لك ساعد غيرك يكتر خيرك، الناس للناس ولكل مجتهد نصيب. اول مره اسمعها دي والله. لا زي الفل، عاش. كويس والله. إيه طيب، عايزك تقول لي مثلا كده تجربه مثلا غيرت لك حياتك، مريت بموقف مثلا غير لك حياتك، مثلا كنت قابله حاجه وبعده بقيت حاجه تانية خالص. تمام. موقف اللي هو غير لي حياتي هو فكرة اللي هو مثلا كان يعني مثلا على سبيل المثال إن أنا لما نزلت شغل واشتغلت كان حصل موقف معايا اللي هو كان يعني كان في ظروفي في البداية صعبة. لأنه ده كان حصل إيه معايا اللي هو أنا نزلت الأول قدمت في شركة في مكتب توظيف، ولكن للأسف المكتب ده يعني مش كويس. فاللي هو للأسف أنا جيت من الظهر وكانش معايا غير مبلغ بسيط. بس فاللي هو جيت فانا كان ساعتها قلت اللي هو انا مش هروح بلدنا غير كنت انت لما جاي انا من اجيب سوهاج الفلوس. تقعد في القاهره؟ انا من ساعتها انا للاسف يعني الوقت قدمت تبع مكتب توظيف. ده كنت امم. يعني ايام كورونا والكلام ده. فاللي هو انا تمام. ايه يعني سافرت وفي مبلغ اتصرف معاك وكده. مبلغ بسيط. اه بالظبط، واللي هو الصرف وكده. فقلت لا انا لما رجعت سوهاج هنا قلت لا انا مش هدخل بيتنا غير لما اجيب المبلغ ده. فعملت ايه؟ فبدات اللي هو انزل سوهاج. كان اللي هو اول حاجه انزلها كمحاسب دي. فقعدت ادور على شغل، واللي هو اي شغل انزل لا اللي هو عشان انا بس اجيب المبلغ ده. في موقف زي ده انا علمني اللي هو لا انا اعتمد على نفسي. واللي هو بقيت لا دلوقتي اللي هو يعني زي مثلا يقول لك اتلسع من الشوربه. بس فانا كنت لا حريص ان انا لا ابقى ضئيل جدا حتى في المصاريف. حتى لا لما اجي اقدم مثلا لو على حد على شغل او حاجه اقول له لا اصبر ده تمام هتقدم ازاي اوكي. طب هو طلب منك فلوس ولا لا؟ لانه لو طلب منك فلوس ده بيبقى مكتب توظيف فلا نبعد عنه. تمام. طب امم. فموقف زي ده لا بصراحه فرق معاي فعلمني كتير جدا. وحتى من خلاله لا اتعلمت لما حد بيجي يقدم يقول لي ابدا انا الشركه دي كذا ايه رايك؟ يقول له طب اصبر اعمل سيرش مثلا على الشركه دي اشوف الفيدباك عنها اشوف الاراء. فلا عرفني اللي هو انا حتى لو حد جاي لسه بيسعى الشركه فانا اقدر اساعده هفهمه هل الشركه دي تمام ولا لا. يعني مره اتنصب عليا من مكتب توظيف، طلب اللي هي فلوس مقدمه، يقول لك ضمان الجديه ومش عارف ايه وكده. وطبعا بقى اللي هو احنا كنت أنا لسه صغير، كنت أنا لسه مش عارف طالع من الثانويه او باين كنت في اولى كليه تقريبا، كنت عايز اشتغل وخلاص بقى وكده.
واللي هو بقى ايه، شفتهم بقى يدوك فلوس بقى ومش عارف ايه وكلام، عارف انت بيعمل لك من البحر طحينه. بالظبط بالظبط. ودفعت مش عارف، نفس كان دفعت 150 تقريبا، وفي الاخر طلعت شركه نصابه واتنصب عليا. بعدها بقى قلت خلاص، اي شركه تطلب مني فلوس مقدمه مقدم كده مش دافع، اعرف ان دول نصابين ومش داخل معاهم. بالظبط نفس اللي حصل، واللي هو يقول لك سكن وكذا ويعني يرسم لك من البحر هنا، ولكن للاسف الدنيا مش حلوه خالص يعني. بس هي ولكن على فكره لعله بتبقى خير. محتاجه، بس بيعلمنا مفيش مشكله عادي، بالظبط، ما كلنا يتعلم بنسال. بالظبط. بالظبط. امم. صح. هي الشركه اللي انت اشتغلت فيها اللي هي المحاسبه ديت، انت كنت بتروح تقدم بالسي في وكده، ولا انا قدمت فيها ازاي دي؟ تمام. بالنسبة أول مكان اشتغلت هنا في شركة دي هنا في سوهاج، شركة الكهربية دي جاتني من طرف اللي هو حد قريبي، كان يسمع إن أنا معلش. ساعتها بدور على شغل هنا. فساعتها كلمني تليفون فين أنت؟ قلت له والله أنا حصل معايا واحد اتنين تلاتة، وأنا مش نازل البلد غير لما اللي هو أجيب المبلغ اللي يعني يعتبر اتنصب عليه فيه. بس فقال لي امم. تمام، قلت له انا بدور لسه على شغل دلوقتي في سوهاج. فيقدر تمام، انت فين؟ قلت له انا والله اديني يعني بلف على رجلي بقى، لسه بدور على مكان انزل اشتغل. يقدر تمام، اه. تقدر بس تجي لي في مكان عندنا هنا في سوهاج اسمه موقف بحري. قلت له تمام. على طول روحت، جبت فلوس مواصلات وطلعت عليها على طول. رحت هناك، قال لي ده في حد صاحبي اللي هو صاحب الشركه يعني، فمحتاج حد معاه يمسك له الحسابات. قلت له تمام، بس انا اللي هو لسه يعني بقى اول مره انزل يعني مش فاهم حاجه حساباتيه، وكنت اول شغلانه ليا ومش فاهم حاجه بقى انت كليه زراعه اصلا صح؟ فبالظبط وانا كليه زراعه قال الله لي لا يسعدك تقلقش. بالله. قال لي هو لا تقلقش، هو يفهمك وهو حد جدع. وقلت له ده تمام يعني. خدت بس اول فتره كان قاعد معي الشخص اللي ماسك حساباتي الاول، لان هو بقى الشخص اللي ماسك الحسابات ده كان بقى ايه، لا تقدر تقول ايه، ترج او بقى مسؤوليته لا اكتر من كده يعني، خلاص لا ساب الحسابات بقى، كان في مسؤوليات ليه اكتر من كده. فبس كان بقى الشخص ده ايه، مثلا خد اول اسبوع او اول اثنين، واللي هو ايه لا مثلا يفهمني ازاي تعمل دي، ازاي تعمل دي، ازاي تعمل كذا الدفتر. وابدا انا كنت اخد نوت بوك بقى واكتب معاه. بس امم. فاخدت اول اسبوعين كنت جنبه واشوف ازاي. بعدين بديت انا لا اشتغل وحدي، بيجي هو بقى يراجع يشوف امم. ازاي عملت الحسابات دي، ازاي نزلت مثلا اللي هو الورقه دي اللي جت من الشركه، جت من محل تاجر تاني، جت عميل مثلا. بس فبدات وكان هو طبعا اللي هو يتابع معي الاول هو. فطبعا حاجه زي دي فرقت معي، والحمد لله يعني اثرت فيها وفادتني. يا رب ربنا يكرمك ان شاء الله. طب ايه شكرا. مفهومك عن الرزق؟ شايف الرزق ازاي وعبارة عن ايه وكده؟ لان في ناس طبعا فاكرة ان الرزق كله فلوس، ناس تانية عارفة لا، الرزق متوزع عادي، ممكن ناس عندها صحة كويسة، ناس عندها قبول مثلا بين الناس، ناس عندها فلوس كتير كده. انت شايف الرزق ده عبارة عن ايه؟ بالظبط، هو زي ما قلت اللي هو الرزق هو مش فلوس بس، هو يعني صحة يعني. مش معنى ان انا مثلا اللي هو مش معايا فلوس وخلاص كده يبقى انا لا، ما هو ممكن رزقك يكون مثلا صحتك، اللي هو مثلا نجاحك. تمام. وطول ما انت بتسعى وبتعمل عليك صدقني يعني ربنا يفتح لك ابواب، وهيكون لا رزقك هتفتح لك ابواب كتير كرزق. بس انت اسعى واعمل عليك وكون امين وصادق في اللي بتعمله. مش عشان حد مثلا، لا عشان نفسك انت. لما تكون شخص لا امين وصادق ويعني امين في شغلك وعندك امانه، لا فهتلاقي الناس دايما لو لا الشخص ده والله معروف عنده امانه، فحاسه هنا حاسه هنا. تمام. فهو الرزق مم. طبعا مش فلوس بس، اكيد ممكن صح. ممكن اولاد يكون معاك في المستقبل، زوجه تكون مثلا صالحه. مش طبعا فلوس بس كده. مم. طب شايف كتر السعي ممكن يزود الرزق؟ يعني انا لو سعيت كتير ممكن الرزق مثلا يزيد، انت شايف رأيك ايه؟ طبعا. وحتى يعني هو حتى في بيقول لك وان ليس الانسان الا ما سعى. يعني انا مم. عايز غير اسعى. اكيد انا لما مثلا هسعى مثلا يعني مثلا لما مثلا على سبيل المثال اشبهها انا كطالب مثلا، حد بنزل ايفنتات او بحضر مؤتمرات. اكيد مثلا لما بنزل ايفنت غير لما مثلا هنزل اثنين، غير لما انزل ثلاثه. لا نزلت المكان ده انا اتعرفت على شخص فتح لي مثلا فرصه، الشخص ده برضه فتح لي فرصه. فاهمني؟ فكل ما بسعى اكتر اكيد انا هيبقى ايه رزقي اكتر متاح وهتفتح لي ابواب اكتر.
انا برضو بحس عندي كده ان كل ما بتحرك اكتر كل ما يجي لي افكار اكتر، كل ما يجي لي فرص شغل اكتر مثلا، وحاجات زي كده بالظبط بحس. مم. بالظبط كتر ده بحس حاجه. كتر الفرق او كتر اللي هو التنطيط هنا وهنا ومش عارف ايه، بتكبر دماغي مثلا، تجيب لي فرص طبعا اكتر كده. صح. بالظبط ده صح. ده حتى في مثل بيقول لك ايه، الرزق بيحب الخفيه. اه. امم. والله انا بالظبط. بسمع منك اول مره اسمع الكلام ده. بس وبرضه في مقوله تانية بتقول ايه، ما فيش بروتات بتعمل معجزات. شيء. يعني ما فيش بروتات بتعمل معجزات. البروت ده يعني اللي هو نقدر نقول شخص كسول. ايوه فاهم؟ ايوه ايوه يعني لو انا مثلا قاعد مكان مش طبيعي مش هعمل اي انجاز. ايوه ايوه ايوه. طب عندك مقوله، مقوله مثلا اثرت في حياتك، ماشي بقى في حياتك مثلا؟ اه المقوله اللي قلتها من شويه دي، اللي هو انك ساعد غيرك يكتر خيرك، وانك يعني ساعد غيرك يكتر خيرك، والناس اول تكون اول مره مجتهد اسمع المقوله دي نصيب. والله. لا هي لا بصراحة فعلا المقولة في دي حياتك. لا لا جميلة جدا بصراحة ومن فترة. والحاجة التانية اللي هو برضو كمقولة أو برضو حاجة ماشي بيها دايما، اللي هو لا يعني برضو نفس الفكرة، اللي هو ساعد حتى لو شخص في مجالك ساعده، لأنه حدش بياخد رزق حد. مش معنى إن مثلا أنا لو حد مثلا شبهها، لو فكرة إن أنا مثلا بدرس ومعي حد صاحبي، فما بخلش عليه فكرة إن أنا مثلا أديله ملزمة أو الترخيص ده، أو فكرة اللي هو أشرح الحاجة دي أقول عشان هجيب تقدير أكتر مني. بالعكس، ده أنا ممكن لما أبدأ أشرح الحاجة دي، اولا انا المعلومه هتثبت، ثانيا ربنا حتى لو ما كافئنيش في الامتحان اكيد هيكافئني بعديا. انا ممكن اشتغل في مكان ما كنتش اتوقع ان اشتغل فيه. ده ايه نتيجته؟ ده نتيجه اللي لا الشخص ده مثلا والله كان يساعد اصحابه، كان يساعد زمايله. تمام. فممكن اللي هو انا ما اخدش يعني اللي هو ايه نتيجه السعي دي دلوقتي، ولكن تاكد انه ده ربنا بعدين هيكافئك وهيعوضك بعدين. بس طول ما ممكن انت اللي يمنع انت عني خير. امراض، يعني مش لازم يكافئني، ممكن يمنع بالظبط عني مرض. بالظبط ايوه بالظبط فعلا. يسهل لك الدنيا مم. في حياتك مثلا. هتكون محتاج مثلا لا في مشكله معاك لا سمح الله فيها، تلاقي ربنا دايما بيسهل لك هي الدنيا زي ما انت كنت سهلتها لغيرك. يعني انت حتى لو شخص في مجالك مثلا، انت مثلا متخصص في لينكد ان والسي في، هنقول مثلا بتدي كورسات فيهم، وحد تمام. مثلا دخل نفس المجال وعايز يعمل كورسات في الكلام ده، هل هتساعده برضه؟ بالظبط انا عايز اقول لك، انا يعني من فتره بدون داعي ذكر اسم شخص كان بيقدم سيشنات سي في، مفيش مشكله اخدت قلت له الفورم بتاعته والبوست وشيرته عندي عادي خالص. ما خفتش ان هو مثلا انت ياخد منك لا 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 العملاء لا بتوعك؟ لا 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 مم. مش معاك يعني في النقطه دي لا. لانه هي ارزاق يعني. انا لا انت بتسال كم عليك ولا لا انا بيجي لي كذا شخص مثلا، لا مثلا والله رغم انه في مثلا ناس بتكون افضل مني مثلا في نقطه انا بقدمها، لا ولكن ربنا بعتك انت او حطك انت في الحته دي، فده رزقك. بس فانت طول ما انت بتساعد غيرك فربنا برضه هيجيب لك رزقك. بس. ساعد غيرك كتر خيرك، نمشي بالمقولة دي شوية في حياتك. ماشي يا عم. بالظبط. طب لو انت هتقول لنفسك مقولة لو هتقول لنفسك حاجة مثلا قبل ما تبدأ المشوار، هنقول ان رجع بيك الزمن، انت دلوقتي بالدماغ دلوقتي رجع بيك مم. الزمن قبل ما تخش المشوار بتاعك ده، اللي هو سي في ولينكد ان والتطوير ومساعدة الناس والايفنتات والكلام ده كله، هتقول لنفسك بتاع زمان. اقول نفسي حاجه يعني. امم. مثلا تقول لنفسك والله مثلا مثلا لقيت نفسك ضيعت وقت كبير عشان تبدأ، تقول كنت هبدأ بدري مثلا. واحد مثلا يقول لك انا كنت هستغل الوقت اللي ضيعته، واحد تاني تمام. يقول لك كنت هساعد اكتر مش عارف ايه، كنت ابدا كورسات بدري، كنت ادور مثلا زي ايفنتات اكتر. كنت تقول ايه؟ كل واحد فينا بيكون عايز يقول لنفسه حاجه من زمان. طبعا رقم واحد اللي هو مم. اني احاول كنت اكافئ نفسي اكتر في البدايه، لانه في البدايه انا يعني كنت فكره اللي هي لا ماشي مثلا كانجازات بس ما دون مكافاه. تمام. فلا انا كنت احاول لا كل ما انا اعمل انجاز احاول اكافئ نفسي عشان اكتر اعمل انجاز اكتر. ده رقم واحد. رقم اثنين كنت احاول اهتم اكتر وارتب وقتي واولوياتي، لانه مم. كنت تمام مثلا اعمل كذا حاجه بس اللي هو يعني مفيش اولويات. يعني كنت لا لو معي كذا حاجه فبعملها بس فبضغط نفسي. لو ففكره كنت ان انا ترتب مثلا اولوياتك في لو اليوم عشان ما تعملش اي حاجه وخلاص. بالظبط بالظبط، لانه بدات ارتب اولوياتي وبدات اللي هو مثلا افهم ازاي امشي يومي والكلام ده. ده من فتره بسيطه جدا. تمام. كانت لا مم. الاول لا الحياه يعني مثلا كده اللي هو لا بعشوائيه شويه. ده رقم واحد. رقم اتنين اللي هو اني مثلا ابعد عن اصحاب اكتر اللي هو السلبيين، لانه برضو بدات اتجنبه من الفتره دي. اللي هو على الاقل خالص لو مش هتجنبه خالص، لو مثلا في اختصار ما كلامك بيننا. معاك. بيقول لك كلام بالظبط معاك.
بالظبط، لانه يعني بصراحه في اشياء اثرت عليه جدا يعني بالسلب. امم. بس وزي ما بيقول لك المثل الصاحب ساحب، يعني اللي كان الله يمسيه بالخير مدرس ثانويه عامه بتاع لغه عربيه كان قالها لنا الصاحب ساحب. بس مثال انه برضه زي عن برضه. الصحوبيه، بيقول لك شوف مين اقرب خمسه ليك وانت تبقى السادس بتاعهم. بالظبط بالظبط، ايوه، في مجال امم. بيزنس. ايوه، معاك فيها النقطه دي. انت طب على كده بقى انت بتكتب يومياتك كل يوم وكده، او بتعمل نفسك تو دو ليست ولا؟ بالظبط، ايوه. اول ما بصحى الصبح او غالبا ببقى من بالليل، معايا كشكول. الكشكول ده منقسم لجزئين. جزء في البدايه اللي هو الانجازات بتاعتي، مثلا والله كورس اخذته، ايفنت حضرته. ده اول جزء. الجزء بقى الاخير في الكشكول اللي هو مبدا، اللي هو بكتب بقى اليوم بتاعي. انا والله بكره مثلا هصحى، لا هبدا كقراءه مثلا، بعدين جزء لا هسمع جزء مثلا من البودكاست، بعدين مثلا هذاكر، بعدين مثلا هروح الايفنت ده. فبصراحه النقطه دي يعني بدات مشيت عليها من فتره، ويعني ريحتني كتير خالص، بدل ما كانت الدوشه كلها تبقى في دماغي، واللي هو انا ممكن وارد انسى حاجه، ابقى متوتر. بس انما لا، دي فكره ان انا كاتبها وكل شويه اعمل علامه صح، دي حاجه تحسسني يعني كده بانجاز او فخر. بس وبيجي في الاخر بقى، ايوه. اخر اليوم بقى بكافئ نفسي على اللي هو لا، انا شوف عملت ايه. لا والله عملت واحد اثنين ثلاثه اربعه، لا تمام، ببعاش بقى وانزل اكافئ نفسي، شوف بقى حاجه بحبها، انزل اتمشى شويه. بس نظام المكافأة ده بيفرق معاك؟ طبعا ايوه، بيفرق معي جدا. دايما سواء بكافئ نفسي او لا، يعني اللي هو بيجي اخر اليوم اشوف والله انا مثلا قدامي 5 حاجات، عملت مثلا 4 حاجات، لا حلو، لا انا قصرت بصراحه اليوم ده وكان قضيته على السوشيال ميديا وما ذاكرتش، لا هعاقب نفسي. ليه؟ عشان يوم ما اكافئ نفسي لا احس لا في فعلا فرق. انما مثلا لا، انا مثلا اليوم ده مثلا قضيته هي اكافئ نفسي، لما مش هيبقى فيه اللي هو ايه، يوم ما تيجي تكافئ نفسك بعدين مش هتحس بحاجه، فاهمني؟ مش هتحس بفرق. بس مم. فلا، فكره الانجاز طبعا دي انك تكافئ نفسك في اخر اليوم بحاجه بتحبها، دي بتفرق طبعا جدا، سواء مثلا اخر اليوم او اخر الاسبوع. ايوه ايوه، على حسب الانجازات اللي انت عملتها. بالظبط. انا لسه سامع فيديو من شويه، على قناه يعني على اليوتيوب يعني وكده، فيديو عن التدوين. كان احمد ابو زيد بتاع قناه دروس اونلاين لو تعرفه. كان ايوه ايوه. بيقول ان هو بقى قعد 5 شهور ما يعملش تدوين اليوميات بتاعته، اللي هو كل يوم يكتب هيعمل ايه ومش عارف ايه وكده. لا الدنيا ضاعت معاه خالص، اهمل حاجات كتير كان بيعملها كده يعني. ففعلا فعلا. شايفها بتفرق يعني مع لا الناس. لا، بتفرق جدا، فكره التدوين دي بتفرق جدا طبعا، لا وبتفرق وبتنظم وقتك اكتر، وبتريح برضو فكره الدوشه من دماغك، اللي هو انا مثلا بدل ما انا مش عارف اعمل انت ايه عارف انت واعمل هتعمل ايه، ايه، لا. كل ما تخلص حاجه انت عارف اللي بعدها. بالظبط، اللي هو لا انا دلوقتي والله مثلا معايا بحث شغال عليه شويه كده، مثلا لا هكمل مذاكره في الماده على امتحان، لا فابقى عارف انا طب ايه خلصت من الماده دي، ايه خلصت من البحث ده، ايه خلصت مثلا من الكورس ده. فبتسهل طبعا جدا. ايوه ايوه. طيب، لو هنقول مثلا انك مريت بتجربه مثلا قبل كده قاسيه عليك او صعبه، ازاي بتقدر تتخطى التجربه ديت؟ ازاي بتقدر تتخطى اوقات الفشل؟ اكيد حصل لك اوقات فشل قبل كده، صح؟ بالظبط، حصل لك اكيد حالات احباط، وقفت شغلك مش عارف، حسيت ان الدنيا كلها جايه عليك، حسيت ان الدنيا، انك قلت لنفسك انا خلاص تقريبا وقفت، انا حاسس ان انا مش هكمل او مش نافع حاجه زي كده. اكيد مريت بتجارب زي ديت. بتعديها ازاي، ولا بتطلع منها بشيء ايجابي ازاي؟ تمام. هو كان يعني في موقف من المواقف حصل من فترة، اللي هو يعني حد برضه من الجرايد وكده، فقال لي اللي هو انت يعني جاء لا اللي هو كان وقاعد معايا، فبيقول لي انت لا انت شخص فاشل ومش هتنفع، وايه اللي ايه لازم تعمله ده، على فكرة السفر برضه، فكرة اللي هو لا انت بتروح وتيجي برضه، ايه لازم تعمله. فلا بصراحة يعني كام كلمة كده اللي هو احبط. فكان في البدايه انا بصراحه كنت اللي هو لا شخص حساس وكنت بتاثر من الكلام يعني. فكان مم. يمكن اخذت فتره، يمكن قعدت مده اسبوع لا ما وقفت ولا كنت اخذ كورسات ولا حاجه يعني. لا اللي هو وخسرت حاجات كتير، سواء ساعتها علاقات او خسرت مثلا كورسات حاجات يعني، لا خسرت فرص كتير. ولكن جيت بعد القعده دي كلها سالت نفس السؤال، طب ماشي هو انا بعد الكلام ده كله، بعد انا عملت ايه اللي استفدته؟ بقى جيت عملت ورا كده وشفت السلبيات والايجابيات. طب الايجابيات مش لاقي ايجابيات، السلبيات طب واحد اثنين ثلاثه اربعه، طب مش انا استفدت ايه؟ فبقيت لا اللي هو لا موقف زي ده اثر فيا. بس في مقوله بتقول لك هي الحي مش هتاثر عليه لمده 5 سنين، الفتره الجايه ما تستحقش انك تزعل عليها لمده 5 دقائق. اه هو قال لي كلام تمام، بس الشخص ده هل هو خايف عليه مثلا للدرجه؟
ما اعتقدش انه في شخص حد يخاف عليه اكتر من والده او والدته. تمام. امم. فتمام، امم. مع احترامي ليه طبعا. تمام. فاللي هو لا خلاص انا لقيت ما فيش افاده من الكلام ده كله وقاعد فيه ما فيش افاده، فلا رجعت بقى اكمل تاني. واللي هو لا اي موقف دلوقتي بيحصل لي مثلا سواء سلبي يعني حد بيحاول ياثر عليا بكده، تمام بحاول اللي هو ايه، لما مثلا يجي شخص يقول معايا في فرق بين ايه الاستماع والانصات. الانصات اللي هو انا باخد ودي معاه. الاستماع ده اللي هو انا قاعد جنبك اقول لك حاضر ونعم حاضر ونعم، بس لو يجي سالتني انا بقول لك ما كنتش مذاكر. فانا لا لما باجي بلاقي مثلا شخص اللي هو حابب يسبب لي يعني يسبب لي طاقه سلبيه او احباط، فتمام بقول له تمام نعم، بس اللي هو مش ببدا مركز معاه. او احيانا اللي هو ده تمام بعد اذنك والله جالي تليفون بعد اذنك كذا بس. وهو حتى احيانا يبقى فاهم اللي هو انا لا مش متقبل كلامه. طب انت شايف اصلا النقد دوت، هل احنا المفروض نركز مع الناقد ده ونشوف ازاي نشوف الكلام دوت هيفيدنا ازاي مثلا في حياتنا وكده، ولا اصلا كاننا ما سمعناش اصلا؟ شايف اللي افضل ان انا اطنشه ولا اشوفه واسمعه او اقراه؟ مثلا لو حد مجالي كلام مثلا سلبي بس في كومنت مثلا ولا حاجه، اقراه واشوف اطلع منه بشيء ايجابي، ولا ما ببصش له اصلا؟ ايه الافضل؟ شوف تمام. اولا النقد ده على حسب هل جاي من الشخص مين. مثلا اكيد لو والدي وحد عز عليا مثلا بينتقدني اكيد هو خايف على مصلحتي فاهمني. مثلا لا والله مثلا انا الشخص اللي قدامي برضو يعني في مثلا في مقوله بيقول لك ايه العيون القلوب بتبان في العيون. فانا مثلا لو جاي الشخص ده ينتقدني وواضح عليه اللي هو اصلا الشخص ده مش حبيبني او كارهني او، فانا طبيعي لا اللي هو انا حاسس بيه اللي هو انت جاي تنتقدني ده تمام، ما انت واضح ان انت مش بتحبني اصلا فاهمني. فانا ازاي اتقبل لا انما لا شخص يعز طب تمام هتقبل الانتقاد بتاعه برضه اللي هو ابدا احلل الكلام بتاعه. اه والله هل كلامه تمام فعلا، هل انا عملت الحاجه دي طب تمام، هل انا كان قصدي فاهمني. فهي بتفرق اولا اشعار الشخص وابدا انا بقى الشخص احلل نفسه. الكلام. اه واحلل اشوف الكلام هل الكلام ده تمام صح ولا لا، وهيفرق معايا طب تمام. ابدا اشوف الانتقاد من جهتين اه لا والله تمام انتقاد تمام طب تمام، والشخص برضه بس. يبقى اولا اشوف الشخص اللي بيقول لي اصلا ان النقد دوت، ثانيا اشوف النقد دوت هل في حاجه صح ولا لا، وعلى اساسه اقدر بالظبط اتحكم واظبط. بالظبط. طيب وانت مجالك ايه بالظبط؟ شغال سي في ولينكد ان صح؟ في حاجه تانية ولا بالظبط ايه؟ هو بي ار. شغال كبي ار وبقدم سيشنات في السي في ولينكد ان. طب هنقول مثلا مجال اللينكد ان مثلا، لو حد مثلا واحد مثلا عايز يبدا في المجال دوت، عايز يحترف اللينكد ان، يبقى كويس فيه وكده، تنصحه تقول له ايه؟ تمام. اولا رقم واحد في مقالات كتير موجوده على السوشيال ميديا. ده رقم واحد يبدا يقرا مقالات وهيلاقي فيها كل التفاصيل. رقم اتنين هيلاقي كورسات كتير على اليوتيوب. في مثلا زي كورس موجود على قناه ابن سينا. هيلاقي كورس جميل جدا مقدمه الدكتور احمد عواره لمده 3 ساعات. وفي كورسات تاني برضو كورس احمد عمر جميله. دوت بفلوس في علوم مجانا؟ لا هو مجاني على اليوتيوب وفري يعني مسجل وموجود على اليوتيوب. كل والله. اللي بقول كل اللي بقول لك عليه ده لا فري. وهي كل الفكره بس تكون محتاج من الشخص حبه وقت ومجهود ويبدا يدخل بس يعمل سيرش سواء على جوجل تمام. او على اليوتيوب. لا هيلاقي محتويات جميله جدا. سواء يوتيوب برضه في قناه اسمها نولوجي مقدمه برضه كذا تمام، ابعت لي فيديو. اللينكات ديت بعد ما نخلص عشان برضه ابعتها للناس. تمام. نعم. بقول لك يبقى ابعت لي برضه اللينكات ديت لما نخلص عشان ابقى ابعتها للناس في بوست كده تمام كويس. تمام. وبرضو لو حد احتاج اي حاجه في لينكد ان برضو اكون معاه سواء اي استفسار او اي سؤال طبعا في الخدمه. وان شاء الله بعد يعني اللي هو خلص الامتحانات هنبدا نرجع تاني نقدم سيشنات ان شاء الله. تمام ان شاء الله احنا مع بعض اكيد طبعا. ان شاء الله. طيب. ربنا مدي لكل واحد فينا هدية او موهبة، تمام؟ تفتكر ازاي اعرف الاقي دي؟ ازاي الاقي الموهبه اللي ربنا مديها لي؟ انا عندي موهبه مثلا، في ناس تقول لك انا عندي موهبه، او انا ناس مثلا، احنا كلنا عندنا مواهب تمام كلنا، بس في شخص عارف موهبته واكتشفها، في واحد تاني ما عرفهاش، يقول لك انا ما عنديش حاجه، انا مش مميز، انا مش كويس في حاجه والكلام ده. شايف ازاي يلاقي موهبته، ازاي يلاقي شغفه والكلام ده؟ تمام. اجابه السؤال ده في جمله واحده اللي هي بتقول لك ايه مش يمكن لما اجرب اطلع بعرف اه. فاهمني. فانا مش هعرف نفسي ان انا مثلا ما شاطر في يجرب. البي ار او انا مثلا شاطر
موهبه معينه، او مثلا الرسم او وات ايفر الموهبه دي، غير لما اجرب. لانه انا لو يعني ده على سبيل المثال، مثلا لو انا مثلا عايز اتعلم العوم، فمهما تقعد تشرح لي من بعيد طب تمام حلو جدا، بس هل انا نزلت جربت حاولت؟ طب ما الدنيا من بره حلوه بامبي والكلام ده كلام جميل، بس انا لما انزل اجرب اشوف نفسي لا هعرف اعوم ولا لا. فاهمني؟ صح صح. ما انا ممكن اكون لا انا اصلا عارف اعوم او عندي الموهبه دي، او سواء موهبه الرسم، نظري بس نظري انا بس. بالظبط بس انا ما خدتش الخطوه بقى. امم. فاهمني؟ بس ففكره لا انك تجرب طبعا دي هتفتح ليك ابواب كتير، وهتعرف انت شاطر في ايه. امم. فنصيحتي لا اللي هو تجرب، يعني جرب في اي حاجه. وكل ما يكون اصغر كل ما فرص التجربه عنده بتبقى احسن، اللي هو جرب براحتك، انت كده كده مش عليك مسؤوليات وكده، صح؟ بالظبط، يعني حتى في مقوله بتقول لك ايه، اعمل نفسك بتعرف تعملها لحد ما تعملها. اعمل لنفسك ايه؟ اعمل نفسك بتعرف تعملها لحد ما تعملها. يعني انا اعمل نفسي مثلا ان انا لا مثلا بعرف والله ان انا ارسم، لا يعني فاهم، اه. لحد ما اعملها. فاهمني؟ اعملها ايوه ايوه. صح بقى يعني. بس. صاحب المقولات ان اول مره اسمعهم كلهم، ماشي يا سيدي. طب عندك مثل اعلى وكده او قدوه ولا ايه الدنيا؟ اه اللي هو في يعني في كان كذا شخص بصراحه بحترمهم جدا وبحبهم، وكل واحد ليه سبب. يعني اللي هو مثلا انا مبدئيا انا ماليش في الكوره خالص، بس قصه محمد صلاح بحبها جدا من شخص بصراحه. شوف عادي من يعني حد في قريه بسيط، لا شوف بقى وصل للايه ما شاء الله. مم. فلا بحب طبعا محمد صلاح في قصه اللي هو ان هو حد لا كقصه نجاح. بس ككوره انا بصراحه ماليش في الكوره نهائي يعني. ده رقم تمام واحد. تمام. رقم اتنين اللي هو صلاح ابو المجد برضه شخصيه ما شاء الله يعني كويسه جدا. عجبني جدا اللي هو لا اللي هو بدأ نجاحه. يعني كنت سامع من فتره بودكاست 10 ليه وهو بيحكي سنين تقريبا، بيقول لك بعد 10 سنين قاعد 10 سنين يحاول بالظبط ويتمرمط ايوه. يتمرمط بالظبط حرفيا. ايوه، انا سمعت له كذا بودكاست بصراحه، مش بخيطه بودكاست لا. فانا سمعت انه كان تقريبا بياخد درس رياضه، اللي هو تقريبا هو عدى ال 30 سنه اصلا، وقال لك انا مش حابب كده، بس اللي هو لا عشان عنده هدف او عنده يعني فاهمني هي حابب بعدين يشتغلها، فلا محتاج يتعلم النقطه دي. مم. بصراحه ابو المجد وعاجبني برضه اللي هو شخص لا جريء وصادق يعني. فالنقطه دي برضه عجباني فيه. الشخص الثالث بقى اللي هو مجدي يعقوب، وبصراحه دي عجباني في مجدي يعقوب اللي هو حد بيعمل حابب يعمل خير دايما وبيساعد غيره كتير. فبصراحه الثلاث شخصيات دول انا يعني بحترمهم جدا يعني. يعني ممكن نقول ان انت مالكش مثل على واحد، ليك كذا واحد بتشوف ايه الشيء الايجابي في الشخص وتاخده منه الحاجه بالظبط دي. بالظبط ايوه بقى كل شخص لا اللي هو شايف مثلا سبوت لايت على الحته دي، طب حلو جدا. مم. انا حاسس ان بقى في ناس كتير كده على فكره، لان انا برضو نفس الشخصيه، اللي هو برضو بشوف كل واحد ايه إيه الشيء اللي ايجابي فيه واخد منه الشيء ده، اللي غير كده بالظبط ماليش دعوه فيه. وبرضو مدربه الانجليش اللي عملت برضو معاها البودكاست الاول، برضو نفس الكلام، بتاخد الشيء الايجابي من كل واحد، وده يبقى مثل الاعلى في مثلا الطموح، مثل الاعلى في التحفيز، مثل الاعلى في النشاط، مثل الاعلى مش عارف في كذا كده يعني. بالظبط. مم. طيب تمام. حلمك كان ايه في الطفوله؟ يعني انت كنت بتحلم بيه في الطفوله وحلمك ايه دلوقتي؟ تمام. في الطفولة بعد إعدادي كان قدامي اللي هو أقدم في معهد الدون بوسكو الإيطالي في القاهرة. تمام. مم. فكان المعهد ده كان فيه اللي هو إيه 3 أقسام اللي هو ميكانيكا وكهرباء وقراءة. بس فأنا كنت حابب يعني من هو أنا في إعدادي كان حلمي أو اللي هو إيه يعني فاهمني كل وقت الواحد بيبقى تفكيره بيتغير. يعني مثلا تفكيري مم. النهارده غير امبارح غير. فكان ساعتها وقت لا اللي هو أنا حابب أكون مهندس ميكانيكا. فكان قدامي المعهد ده بصراحة اتاح لي. فجاء ساعتها بدأوا يكلمونا عن الأجسام وفكرة اللي هو كل جسم وإيه. فأنا كنت متحمس جدا لا لفكرة المهندس ميكانيكا. مم. فالمهم بدأت في المعهد ده عشان نتقبل أصلا في المعهد دون بوسكو ده. بتعمل 3 اختبارات في البداية، اختبار اي كيو واختبار رياضة واختبار لغة. ايوه. بس فالحمد لله ال3 عديناهم. جيت بعدين بقى فكره الجسم ميكانيكا للاسف ما دخلتش، وده كان السبب اللي هو يعني في حد كان
ابدا مكاني. فاللي هو اخذوا حد يعني وسابوني انا. ده الاسباب. مم. فالمهم ما فيش مشكله. طب الشخص اللي كان يقدم طبعا عشان انا من الصعيد فكنتش انا اللي هو قدمت، لا في حد مسؤول يعني كمسؤول عننا هو يعمل اللي الخطوات يقدم. يعني وكده. اه بالظبط، هو المسؤول عن كل حاجه. فقال لي للاسف يا جوزيف انت اللي هو انت كميكانيك صيف لا اتقبلتش، انت متاح لك كهرباء، كهرباء او خراطه. فانا كنت طبعا الكهرباء خراطه دي كنت اول مره اسمع عنها. قلت له طب الخريطة دي ميكانيكا تقريبا. تقريبا بصراحه ما ميكانيكا، عنديش ايوه معلومه. الخريطة دي ميكانيكا. مم. بس فالمهم قلت له تمام كهرباء تمام. بس فدخلت كهرباء، ولكن للاسف يعني اللي هو ايه كان برضو الواحد فكره زمان غير دلوقتي فاهمني. يعني الواحد لا دلوقتي مثلا مرن، لا اللي هو مثلا حتى لو اي تجربه فاشله لا عادي بيعرف مثلا يتقبلها ويعديها عادي، يسيب الموضوع على طول. فكان مم. ساعتها انا فاكر اللي هو من اول امتحان واول كام امتحان كانت، بس كان في ميزه حلوه في في المعهد ده اللي هو ايه اللي هو انت لو مثلا كان بيمتحنك في الماده لمده 15 امتحان مثلا على مدار مثلا الترم. فاللي هو لو انت ايوه. في اول امتحان وثاني امتحان وثالث امتحان حد تجيب درجات وحشه وتجيب درجات حلوه فمفيش مشكله. يعني هما بيقيسوا مستواك يكون في الاعلى مش الاسفل. فانا للاسف كان اول كام امتحان درجاتي فيهم مش لطيفه. مم. فكان ساعتها اللي هو لا انا احبطت بقى وقلت خلاص انا ايه بقى استسلمت وافشل ومش هكمل بس فكان نقطة زي دي بصراحة كانت لا لها تأثير سلبي علي، واللي هي خلتني إن أنا ما كملتش الآخر في المعهد. بس مم. ولكن طبعا دلوقتي الحمد لله في فرق كبير بين دلوقتي وزمان. اللي هو الواحد لا بدأ لا دلوقتي لا حتى لو نقطة فشل أو حاجة لا بيحاول لا اللي هو يجيب على طول، واللي هو عادي لا يشوف إيه الأخطاء طب اللي وقع فيها ويتعلم منها ويكمل. إنما الواحد مم. طبعا كان زمان تفكيره لا اللي هو لا اللي هو أنا خلاص كده فشلت أنا مش هكمل أنا مش هنجح. بس يعني انت زمان يعتبر هنقول حلمك كان انت كنت عايز تكون مهندس ميكانيكا، بالظبط. ودخلت الموضوع بعد اعدادي. بالظبط ايوه بعد اعدادي ده معهد دون بوسكو معروف في 3 سنين وفي خمس طب سنين ولن، اه 5 سنين ده زي صنايع كده. شبه كذلك. بس حلاوه المعهد ده اللي هو يبقى بيبقى ايه يعني مثلا لو انت 5 سنين فيبقى متاح مثلا انك تبقى مثلا حد كدكتور او معيد في المعهد. لو 3 سنين انت بيبقى مطلوب اكتر في الشركات او المصانع. يعني ايوه. لما بيلاقوا مثلا حد خريج معهد دون بوسكو لا فبيبقوا عارفين الشخص ده يشتغل كتير عمله فلا الشركات اصلا يبقى عامله تعاون او حتى لو مش عامله تعاون فبيبقى لا عايزين الشخص ده من المعهد لانه عارفين الشخص ده لا فعلا اشتغل عمل كتير فشخص مميز. فلا حاته بقى احنا محتاجينه. ايوه. طب ده كان حلمك زمان، دلوقتي حلمك ايه دلوقتي بعد ما بتدي كورسات اهوت وشغال اللهم بارك وعملت براند لنفسك على لينكد ان وناس كتير عارفينك على الفيس، حلمك ايه دلوقتي؟ عايز توصل لايه؟ آه، تمام. حلمي باذن الله يعني اللي بسعى ليه ان شاء الله الفتره الجايه اللي هو افتح ستارت اب ان شاء الله هتكون بتقدم خدمات. مم. خدمات طب زي ايه مثلا زي السيره الذاتيه زي لينكد ان. كورسات وبرضه يعني. بالظبط اللي هو وبرضه بجانب كده اللي هو حابب اللي هو اضم جزء اللي هو كونسلتريشن يعني جزء استشاريات. يعني الحمد لله برضه بفضل ربنا الواحد ايه مثلا يعني مثلا لا مثلا شويه حاليا نازل في الماركتنج شويه مثلا نازل في البي ام شويه مثلا. ففكره ان مثلا لا اختلاط مثلا بكذا المجالات دي فادتني نولج حلوه. ففكره اللي هو مثلا لا بيجي لي كذا صديق مثلا والله انا محتاج كذا محتاج مثلا كورسات كذا طب ايه رايك في كذا. حتى بيبقى معايا اصدقاء مثلا لما بيبدا يفتح مشروعات طب مثلا محتاج رايك هنا محتاج تاخد فيعني استشارات منك يعني. بالظبط. فحابب برضو اضيف النقطه دي اللي هو مثلا ايه لا مثلا كان نقول زي مثلا ايه يعني منتور او كونسلتريشن. يعني مثلا لو حد عنده مثلا استفسار او حاجه وانا مثلا عندي معلومه او حاجه فبالتاكيد مش هتاخر عنه. فبرضه حابب النقطه دي يعني. ولسه برضه زي ما قلت لك اللي هو كذا نقطه بس مستني اتقنهم. فكل ده هبدا اضيفه الخدمات دي هضيفها باذن الله في الستارت اب. اعتقد برضو لما تخلص كلية هتلاقي الوضع عندك بقى احسن، هتكون فاضي شوية، هتكون بدأت خلاص دخلت على سوق العمل وكده، هيكون عندك بإذن- يعني فرصة اكبر انك تعمل الكلام ده. بالظبط. عايز تعمله اوفلاين ولا اونلاين ولا ايه، ناوي على ايه؟ هو باذن الله هو انا حاليا تقدر تقول بادئ اونلاين كفريلانسر ولكن اوفلاين طبعا ان شاء الله بس مش دلوقتي.
ان شاء الله بس اخلص الكليه، وطبعا اشوف مثلا ايه دنيتي فتره الجيش والكلام ده، وبعدين باذن الله هبدا كاوفلاين. يعني انا حاليا بادئ كاونلاين، ولكن بحيث لما ابدا اوفلاين يبقى لا على الاقل اللي هو لو مش هقول لك معروف بنسبه 100%، لو معروف 20 30 40% فحلوه، فلا على الاقل لا اللي هو البراند ده معروف او الشخص ده معروف. بس فحاليا بجد مده بس هيبدا بقى تحت ستارت اب، وهيبقى كبداية مثلا عاوز يعني اقرا. زقة كده عشان لما تيجي تبدأ أوفلاين. بالظبط بالظبط. آه. ربنا يوفقك إن شاء الله وتعمل اللي نفسك فيه إن شاء الله. ان شاء طب الله. اتعلمت إيه في حياتك؟ أنت كام سنة الأول صحيح قلت لي؟ انا حاليا 26 سنه. 26 سنة. إيه بقى اتعلمت إيه في حياتك بقى؟ إيه الدروس اللي أنت اتعلمتها في حياتك وعايز تفيد بيها غيرك؟ تمام. من الدروس اللي اتعلمتها اللي هو الصاحب، يعني اختار الصاحب بعناية، ده رقم واحد. رقم لو اتنين أنت انك مثلا لو أنت عندك صاحب مثلا سلبي شوية، مش حابب صحبيته، هتعمل إيه معاه يعني؟ هو صاحبك. لو حد صاحبي جدا وسلبي، بحاول اللي هو لا اللي هو مثلا على الاقل اتجنبه مش اختصره، او لما مثلا يجي يتكلم معايا في الجزئيه دي بقول له لا بعد اذنك مثلا انا مش بحب حتى غير اصحابي عارفين اللي هو انا مش بحب اسمع الحاجه السلبيه، يعني سواء حتى على السوشيال ميديا او لما حد يجي يتكلم معايا في حاجه سلبيه، لا بحاول اللي هو اقول له لا انا مش بتابع الحياه اصلا، هتفيدني بايه ان انا اسمع مثلا خبر سلبي. بس مم. مش مثلا اختصر خالص، ولكن على الاقل اتجنبه او اقلل كلامي معه او قعدتي معه، لانه مم. لما ياثر علي مثلا سلبي انا مثلا واحد يعني مثلا معي مذاكره حد تاني مثلا مع الشغل، لما مثلا صديقه يكون قاعد معاك ويقول لك موقف سلبي هتستفيد ايه؟ أيوه صح بالعكس ده صح. هياثر عليك ويأثر على نفسيتك فلا طبعا نحاول نختار الصديق، يعني حتى في مثلا بيقول لك من الجو السيد يسعد. مم. بس فلا طبعا اكون الصديق ده، لانه وفي فرق بين الصديق والزميل. يعني يعني الفرق. يعني الصديق ده هو لا حد مثلا صاحبي جدا ومعاه اسراري وبحكي معاه في كل حاجه، انما الزميل ده اللي هو حد لا اللي هو صباح الخير مساء الخير، يعني التواصل معاه بسيط جدا. وحتى في أيوه. فرق في الاصدقاء، يعني حتى بيقول لك ايه كان شبهه في موقف قبل كده، اللي هو انت حتى لما بيجي لك حد، في حد مثلا قاعد في اوضه، في حد قاعد بره في الريسبشن، في حد لا اللي هو بيبقى لا اللي هو انت ما بيقولش اصلا من على الباب بره بتتكلم معاه كده وخلاص، في حد لا بيقول له تعالى اتفضل. كذلك الاصدقاء، في حد بتدخله حياتك خالص، في حد لا من يدوب حياه بسيطه مثلا، يبقى في حد مم. لا انت الكل بينك وبينهم مثلا صباح الخير ومساء الخير ما بيعرفش حاجه عنك. صح بس صح كذلك صح. فاحنا الاصدقاء نوزعها، لا والله مثلا انا شايف الشخص ده لا شخص سلبي او شخص هيسبب لي طاقه سلبيه او محبط يعني هيسبب لي احباط، فلا انا هحاول لا اخليه اللي وقف على الباب، اللي هو مش هقعده على اقل ريسبشن. بس ده انما كده لا انا رقم شايف واحد الصحاب. رقم اتنين بقى اللي هو ان مم. انا اكون امين في اللي بعمله، حتى لو انا اللي هو مش عشان مثلا المكان اللي انا شغال فيه او عشان شخص، لا عشان انا لما ابقى امين ربنا هيعوضني كتير، صح. حتى لو مثلا ما حدش عارف لا هتيجي وقت تلاقي ربنا دايرك بيعوضك في اي وقت في اي مكان على اللي كنت بتعمله ده، انك مخلص وامين. مم. ده رقم اثنين. كنت بقرا كتاب بالنسبة لحتة الأمانة ديت، كنت بقرا كتاب اسمه صناعة عقل يعني. تمام. لا تمام اسمه عقلية الحل. الكتاب اسمه عقلية الحل، يعني بيعلم الواحد ازاي يفكر ان هو يفكر ايجابي، ازاي يحل المشاكل اللي بيقابلها، الابتلاءات ازاي يتعامل معاها وهكذا. فمن ضمن يعني الحاجات اللي استفدتها من الكتاب كان بيقول ان في 5 حاجات بيديروا حياة الشخص، او 5 حاجات يخلوا حياتك كويسة. من ضمنهم الجودة والاتقان، اللي هو انا بعمل الشغل مثلا اعمله باتقان، حتى لو انا مش عامله عشان حد، لو محدش شايفني مش عارف ايه، اعمل الشغل على اكبر جودة او اتقنه على قد ما اقدر. بالظبط دي بالظبط. امم صح. زي الامانة يعني. و- بالظبط. امم ورقم ثلاثة تمام. بقى اللي هي فكرة اللي هو لا اللي هو اسعى واعمل عليك وحاول كتير. بس مم. يعني مفيش حد بيحاول يجيب صفر، او مفيش سعي هيبقى نهايته صفر. ومش المهم مش نسعى اولا عشان نعمل اللي اه علينا، ثانيا عشان ربنا بالظبط طلبنا بالسعي، بس انا مش على النتيجه، ربنا قال لي بالظبط اسعى انت ومالكش دعوه. بالظبط. بس امم فنقطة زي دي برضو مهمة جدا وكويسة. وبرضه نصيحة برضه تاني اللي هو للشباب، فكرة اللي هو العلاقات وإنك تبدأ تعمل معارف من دلوقتي وأنت في الدراسة. يعني على سبيل المثال لو الشخص مثلا في زراعة أو في تجارة، لو
فحاول يبقى نسبه مثلا 60% من معارفك تكون في التخصص بتاعك، بحيث ايه تفتح لك ابواب اكتر. والله لو انا لسه حد بدرس فمهتم مثلا ان انا انزل كورس التدريب، مهتم مثلا اني اتطوع في مكان، مهتم مثلا ان انا اشتغل في التخصص بتاعي. فانا لما اعرف مثلا، لو على سبيل المثال انا حد مثلا في التجاره، تمام، مم. فابقى عارف حد مثلا في البنك، وعارف حد هنا، حد عارف مثلا اصحابي مثلا معايا في الكليه بتوع اتحاد بتوع كيان مثلا، فبيبدا مثلا طب تعالى والله نازل مثلا كورس التدريب تعالى معاي، طب والله مثلا في تطوع طب تعالى معاي، طب ده في شغل نزل اهو، طب ما ممكن تقدم فيه. على الاقل خالص لو اللي هو يعني يقدر يفتح لي او يديني طرف الخير، يقدر يفتح لي ابواب. تمام. فلا طبعا نقطة المعارف دي سهل عليك جدا، يعني حتى في مثلا بيقول لك اللي هو اعرف من كل بلد راجل، يعني من كل مكان اعرف واحد، لانه ما فيش معرفة هتضر. مم. تمام يا يوسف. طيب يا كبير كده قول لنا، عايزك تقول لي كده ازاي نجحت في المجال اللي انت فيه دوت رغم ان انت من ارياف. اكيد برضو العقليه كانت لسه مش اللي هي، اكيد طبعا الامكانيات عندك قليله، غير طبعا لو حد في مدينه، وهكذا. ازاي نجحت في مجالك بقى؟ تمام. سواء اي مجال دخلته مثلا، سواء بي ار او مثلا سواء اللي هو وصلت لنقطه الترينر في السي في او لينكد ان، اللي خلاني انجح مثلا هي دي بفضل ربنا، اللي هو كان اللي هو لا بدات اركز اكتر مثلا في المجال، سواء اللي هو في الجزء التكنيكال، من جهه الكورسات، من جهه مثلا المحتوى، اتابع ناس، ادخل اتواصل مع كذا حد واتاثر. نقطه السفر برضو، اتعرف على كذا حد دي فتحت لي ابواب كتير. ورغم ان خلتني يعني كانت زي ما وضحت في البدايه ان كان تواجهني المشاكل والانتقاد والكلام ده، ولكن فكره السفر بجانب فكره المعارف دي لا، هي علمتني وساعدتني اكتر طبعا. مم. طب دور التطوع ايه والتيمات التطوعيه معاك؟ هل فادتك ازاي؟ تنصح بقى الشباب ولا عادي؟ ايه اهميتها في حياتك عموما؟ لا التطوع بصراحة فادتني جدا، يعني من هو أنا مبدئيا في بداية الدراسة، لما دخلت مرحلة الجامعة أنا كنت شخص انطوائي خالص. ما كنتش عندي معارف ولا علاقات، وكنت برضه بتكسف إن هو أقوم أشرح قدام حد. مهارة التواصل برضه كانش عندي تواصل. لاني عرفت الكارير بتاعه مجال البي ار، برضه التطوع ساعدني في النقطه دي. ومن خلال التطوع برضه بدات اشترك ناس في المجال بتاعي، برضه كان ساعدني في ان انا مثلا سواء في التدريب، سواء مثلا اللي هو في حاجه في المجال بتاعي حاجه اذاكرها، حتى لو مش نفس كليتي، بس ده ببقى عارف مثلا شخص في المجال ده في يعني في الكليه بتاعتي، بس في جامعه تاني، فبيقدر يساعدني مثلا. لا والله مثلا محتاج تدريب، محتاج حاجه في الجسم بتاعي، فده ببقى في ناس اقدر تساعدني في النقطه دي. فلا بصراحه التطور كان يعني بدايه كويسه بالنسبه لي جدا، سواء في المهارات في التكنيكال او في المهارات اللي هو زي السوفت سكيلز. اعتقد اعتقد برضو التيم التطوعات هيساعدك على حاجه زي حاجه. اول حاجه العمل الجماعي، ودي طبعا مهمه جدا في سوق العمل لما نتخرج، نطلع نشتغل والشخص اللي لسه طالب يتخرج ويطلع يشتغل وهكذا. العمل الجماعي مهاره مهمه جدا. رقم اتنين تساعدنا على ان احنا نلتزم، لان بيبقى في تاسكات وفي شغل، خلينا نلتزم ونعتمد على نفسنا وندور ونبحث. زي ما انت قلت بالظبط. قبل كده، العلاقات، أنا كل ما علاقات اكتر في التيم التطوعي دوت، كل ما انا ازاي هتفيدني، سواء يفيدوني في بالظبط. جانب الشغل او في جانب فرص او في جانب معلومات. صح ولا ايه؟ صح. وبرضو فكرة اللي هي الجامعات عندنا هنا في الصعيد أو بصفة عامة الجامعات المصرية كلها بتركز على الجزء التكنيكال بس مثلا إيه الفرق بين جامعة اليو سي وأي جامعة تاني؟ اليو سي بيركز على النيتوركينج، بيركز على مهارات السوفت سكيلز بصفة عامة. تمام. انما مم. لا مثلا لو جيت عندنا في الكليات او اي جامعه تلاقيه بيركز لك على الجزء التكنيكال، وبرضه الجزء التكنيكال اللي هو ما يعتبر الا اصول اصلا، ده اللي هيساعدك انك تطلع بره اصلا سوق العمل. مم. فنقطة التطور لا بتساعدك جدا طبعا، وزي ما ذكرنا اللي هو نقطة التايم مانجمنت، التاسكات، بتعرف مثلا تديك وقتك في وقت الإقناع. لو أنت بي آر تعرف يعني يساعدك في برامج الأوفيس، ودي طبعا مهمة جدا لأي شخص في أي مكان. على الأقل خالص أنت كطالب اللي هو محتاج تعمل برزنتيشن مشروع التخرج معاك، فعلى الأقل خالص تبقى فاهم الحاجات دي، فده كله طبعا بيساعدك. وكمان برضو شايف ان التيمات التطوعيه هتخلينا نتعلم مهارات كتير. وطبعا هنكون بنتعلم من مدربين اللي هو التيم مثلا،
يتعلم من واحد بقاله 5 سنين خبرة أو 4 سنين خبرة في المجال، يدينا الخلاصة بتاعته يعتبر في سيشن 2 3، بالظبط. ونتعلم منه ببلاش كأنه ده منتور لينا مثلا. منتور لينا فعلا مجانا، أو حد بيدينا كورسات ببلاش يعتبر يعني. فعلا فعلا. ما هو التطوع برضه يعتبر اللي هو ده، يعني كفكره اللي هو يديني اساسيات، او فكره ان انا اعتبر كشغال، بس اللي هو بنسبه بسيطه، يعني اللي هو ده بيدربني على فكره ان انا كشغال في مكان، بس اللي هو مش باخد كل التاسكات، او يعني انا تمام مستوى كبي ار، اقدر اقول ان انا شغال في نموذج مصغر. تمام. فانا لما بروح مثلا اقدم في شركه واقول له والله انا باخد مستوى مثلا في واحد واثنين وثلاثه واربعه، فدي بيبقى ياخد فيدباك عني كويس. اه. أيوه صح كده، صح تمام. طيب شايف دور القراءة إيه في حياتك؟ أولا أنت بتقرأ أصلا وبتحب القراءة ولا إيه الدنيا؟ اه الحمد لله، يعني بقرا، سواء بقرا من كوره، موقع كوره، او مثلا متابع كذا حد، سواء على لينكد ان او على السوشيال ميديا من الناس المشهوره في المقالات دايما. فسواء مثلا حد في التسويق، حد مثلا بيبدا يتكلم في مجال الار، حد بصفه عامه كمقالات، لو في اي تخصص ببدا اقرا. لانه بصراحه القراءه دي بتفرق جدا، يعني حتى يعني القراءه دي ذكرت في القران، اللي هو اول كلمه كذا مره تقريبا ذكرت اللي هو يقرا. واللي هو لا، لا طبعا بتفرق جدا مع الشخص وبتخليه ناضج. يعني هو ايه الفرق بين المتعلم والمثقف؟ المتعلم ده اللي هو انا شخص مثلا في الدراسه بتاعتي باخد حاجه بحفظها بس، بروح امتحان وكده. انما لا، الشخص المثقف ده بتلاقيه بيقرا في ده، بيقرا في المجال ده، بيقرا هنا. لو قاعد مثلا مع ناس لا يقولوا والله الشخص ده مثقف من ايه؟ هتحس من طريقه كلامه، من اسلوبه. فالشخص القارئ ده بيبقى باين عليه، اول ما تيجي كده تقول لا الشخص ده بيقرا، الشخص ده مثقف. فطبعا تفرق جدا القراءه يعني. بنصح دايما باي شخص انه يبدا يقرا حتى لو جزء بسيط في يومه. يعني مش هقول لك مثلا اول ما تبدا خلص كتاب او خلص كتابين. والفكره برضو مش باللي قرا، يعني مش ايه الفايده مثلا ان انا اجي اقول اخر السنه او اخر الشهر انجاز بتاعي انا خلصت 20 كتاب او 10 كتب. انا مش عايزك غير تقرا مثلا في الشهر كله كتاب واحد بس. الفكره انك انت تطبق اللي قريته او تكون استفدت منه، يعني مش اقرا وبس. في فرق هنا برضو، احاول اكون استفدت من اللي قريته. يعني انا ما عنديش مانع ان انا يجي حد يقول والله انا قريت الشهر انا قريت كتابين بس او كتاب واحد. بس فعلا استفدت وغير شخصيتك واضاف لك، وانت بدات تطبق اللي قريته. تمام. ما بقيت أنا مثلا يا فرح ان انا قريت مثلا 5 كتب 10 كتب، او 20 كتاب مثلا في السنه، بس اللي هو قراءه فقط ما كنتش مركز وما طبقتش شخصيته. كده القراءه يعتبر مش هتفرق، او مالهاش عاده يعني. صح. وكمان أنا شايف القراءة، أولا أنا بحسها كنز حرفيا. أنا شايف القراءة طبعا. دي كنز بالنسبة لنا. ثانيا بتدينا خبرة عشرات السنين اللي الكاتب نفسه عملها. ما تقدر تكتب كتاب بعد قد إيه؟ بعد ما أكيد طبعا اتمرمط في الشغل بتاعه، قابل صعوبات كتير، وقع مرة واثنين وثلاثة ونجح في مجاله. ادانا يعتبر عصارة كل اللي حصل وكل اللي مر بيه في كتاب 300 ورقة 200 ورقة وهكذا. من دوت أولا بنشوف المشاكل صح اللي هو الشخص ده قابلها عشان يعيش فيها وهكذا. صح؟ فعلا صح. وبرضه في نقطة حابب أتكلم عليها، عشان كان كذا حد سألني في النقطة دي ويقول لي أنا دلوقتي بقرأ وبنسى. يعني أنا مثلا بقرأ كتاب اللي هو والله أنا بنسى، اللي هو مش متذاكر قريته. فالنقطة دي يعني بجاوب عليها نقطة اللي هو إيه، أنت حتى لو قريت مش نسيت، لا هو القراءة دي بتأثر فيك. اه يعني حتى لو انت تفتكرش ان انت نسيت اللي قريته، لا بس دايركت هتلاقي اللي قريته ده اثر في شخصيتك وهيبان عليك من خلال اللي هو مثلا والله انا بس قريت كتاب مثلا عن التواصل، قريت كتاب عن البرزنتيشن، قريت كتاب مثلا عن ماركتنج. اه انت مش نسيت اللي قريته، بس انت يوم ما تيجي تكون قاعد كده وسط كوميونتي بيتكلم مثلا عن الماركتنج، فانت دايركت هتلاقي نفسك يعني هي بتاخد وتيجي في الكلام معاهم، بدايه تتحط معاهم. فهنا مفيش حد بيقرا حاجه وينساها. عشان السؤال ده اتقال لي كتير، ودايما بشوفه برضه على السوشيال ميديا، اللي هو انا والله بقرا وباجي في الكتاب لا بكون مثلا بنسى. تمام. فهو ما فيش نقطه النسيان. فكره اللي هو لا انت هتحس ده اللي هو يعني ان هتحس ده بعدين، ان لما تكون قاعد مع شخص بيتكلم في النقطه اللي قريت عنها اللي بتاعك. بمناسبة برضو القراءة، بالنسبة اللي أنت ذكرته من شوية دوت، أنا برضو في ناس ساعات بتقول لي كده، بس أنا بقى كنت قريت قصة كده على الفيسبوك يعني كويسة. دي بقى بقيت بقولها لأي حد إيه مش بيحب القراءة أو فاكر إن القراءة مش هتفيده، أو أنا بنسى المعلومات، أو أنا بقرأ كتاب إن أنا بنسى اللي أنا قرأته أصلا وهكذا.
قرأت بقى قصة على الفيسبوك عرفتنا أهمية القراءة، والنادي لو احنا قرانا ونسينا يعني وكده. مش دي المشكلة. القصة بقى كانت بتقول لك إيه؟ إن في حكيم وواحد بيتعلم منه، طفل كده يعني شاب زينا كده بيتعلم منه، قاعد عشان يستفيد منه يعني ويتعلم منه الحكمة والكلام. فبعدين بيقول لك يا سيدي الحكيم دوت اداله غربال كده، عارف الغربال المخصم دوت اللي هو بتاع الرز تقريبا. اداله غربال وقال له ايه، خد الغربال دوت روح. لا، كان الغربال دوت مش نظيف تمام، فيه طينه وكده في السلك تمام. وتراب ومش عارف ايه. خد الغربال دوت قوله حطه في النهر او في البحر، املالي ميه وهاته ليه وتعالى. قال له ماشي. الشاب دوت خد الغربال دوت وراح يملى اللي بتاعه ويرجع. على ما يرجع للحكيم تكون الميه وقعت من الخرم، ما هو اصلا متخرم الغربال. راح مره رجع ايوه. كانت خلصت، راح يملاه تاني ورجع نفس الكلام. عمل كده 10 مرات ولا 20 مره، وبعدين أحمد قال له هو انا افضل اعمل كده انت لحد امتى؟ انا عمال اجيب ميه والميه على ما بوصل لك هنا اللي بتاع بيكون الميه بتكون وقعت ومش عارف ايه. قال له بص على السلك بتاع الغربال، بص كده الغربال بقى عامل ازاي. قال له هو بقى نضيف، مش فاهم يعني انت عايز تقول ايه. قال له الغربال لما كان في الاول كان مش نضيف، فيه طينه وفيه تراب وعفن ومش عارف ايه، دلوقتي بقى الغربال نضيف وبيلمع. ده بالظبط اللي بيحصل معاك لما بتكون بتقرا وانت مش حاسس، انت مش حاسس ان انت فعلا بتقرا ولا انت بتستفيد ولا بتاخد معلومات، لكن في نفس الوقت القراءه ديت بتنظف لك مخك، بتخلي دماغك تكبر شويه، بتنضج، تعرف تفكر، بتعرف تتكلم وهكذا. من هنا بالظبط بقى بقيت بالظبط. بقى حتى لو انا مش هستفاد من الكتاب، او حتى لو انا مش عارف ايه، برضه هقرا، يعني هقرا برضه، وحرفيا تمسكت بالقراءه من هنا. بالظبط. وبرضه يعني اللي هو زي ما بيقولوا اللي هو ايه، احنا اللي قلنا اللي هو علم دايما خير من كتاب متقطع. يعني انا مش لازم اول ما ابدا بالقراءه ابدا اللي هو ياخدني مثلا حماس بعد ما سمعت الكلمتين دول اروح انا والله ما سمعت جوزيف يقول كده او الاستاذ محمد، فاللي هو ايه لا خلاص انا اروح ابدا اقرا. لا، اللي هو انا عايزك ماشي اقرا، بس يعني لو مثلا صفحتين في اليوم، النهارده صفحتين بكره صفحتين. ف يعني علم دايما خير من كتاب متقطع برضه. احنا ماشيين برضو بالمقولة دي في اي حاجة بتوع مهارة نتعلمها، فهتفيدنا جدا طبعا. صح تمام. طيب بما انك بقى ايه متمكن اكتر في مجال السي في وكده، انت شايف ايه اهميه السي في بالنسبه لنا؟ يعني هل اي حد لازم يعمل سي في؟ وايه اهميته في حياتي؟ وامتى اعمله اصلا؟ ولو عايز اتعلمه ازاي ومنين وكده؟ تمام. مبدئيا السي في ده انا بعمله يفضل من انا وانا داخل الجامعه، يعني انا وانا في سنه كل كليه احاول ابدا اعمل السي في. حتى لو كنت بدات انا اكتب اسمي مثلا واكتب الاديوكيشن بتاعتي الدراسه، مفيش مشكله. بعدين مثلا والله ان انا نزلت مثلا نظمت في مكان اكتبها، والله حضرت مثلا كورس ابدا اكتبه. والله انا مثلا المهارات اللي عندي مثلا مهاره البرزنتيشن سكيلز، شايف مهاره اداره الوقت عندي، مهاره السيلف ليرنينج عندي، ابدا اكتب كل المهارات دي واحده واحده. هلاقي بدات السي في عندي يتملي. تمام. ده اولا. بعدين مثلا طب تمام انا والله اعمل السي في ده ازاي او منين؟ انا والله لو بعرف استخدم وورد، برنامج وورد، فانت طبعا السي في يفضل يكون وورد، بلاش نستخدم التمبلت والكلام ده كله. لا، يفضل طبعا يكون وورد. وطب تمام انا دلوقتي حابب اعمل سي في. قدامك نقطتين، اولا قدامك طبعا اللي هو برامج، يعني على اليوتيوب هتلاقي كذا حد شارح. وبرضو انا معاك لو حد احتاج اي استفسار او اي حاجه. وطبعا في نقطه يا ريت نخلي بالنا منها لما نيجي نكتب السي في، اللي هو نقطه اللي هو الكلمات المفتاحيه. يعني ما ينفعش ان انا مثلا اكون اقدم على شغل البي ار او مثلا شغل معين، مثلا لو اتش ار اي شغل، ما ينفعش يبقى فيه كلمات مفتاحيه. كلمات مفتاحيه ده دي زي ايه مثلا؟ يعني لو انا كبي ار ما ينفعش ان اكتب مثلا كاتب السي في كله وما فيهوش مثلا كلمات مفتاحيه زي كلمه اللي هو ايه ديل، كلمه اللي هو المهارات اللي يكون محتاجها بي ار. تمام. مثلا برزنتيشن سكيلز. كل النقاط دي لازم نخلي بالنا بيها، عشان لما مثلا انا ببعت السي في بتاعي فطبعا الاتش ار دلوقتي في برنامج اسمه اي تي اس بيبدا يراجع السي فيهات. فلو ما لقيش كلمات مفتاحيه فدايركت لا بيفلاش السي فيهات دي بيبعدها. فانا طبعا اخلي بالي من النقطه دي. وبرضه من وجهه نظري يفضل انك السي في تكون عامله انت، لان انت اكتر شخص فاهم عن نفسك. ما فيش مشكله لو تبعته لحد مثلا يرجعه لك يقول لك نظره، يقول لك اه لا مثلا خلي بالك من النقطه دي. بس يعني من وجهه نظري بس بقول يعني اللي يفضل يكون الشخص نفسه هو اللي بيعمل السي في. ده اولا. ثانيا برضه حابب اوضح فرق بين السي في والريزومي، لانه هو كتير بنتلخبط بين السي في والريزومي. السي في ده
اللي هو ببدا اكون كاتب كل حاجه، يعني من اول ما دخلت كليه لحد ما خلاص رايح اقدم على الشغلانه دي. مثلا والله انا اشتغلت شويه كبي ار، والله اشتغلت شويه مثلا كاتش ار، اشتغلت شويه كمحاسب، تمام. انا ببدا اصيغ كل ده في السي في، وكل الكورسات اللي اخدتها ببدا اصيغها في السي في، تمام. انما الريزومي ده انا ببقى مثلا انا هقدم على شغلانات مثلا محاسب، انا هقدم على شغلانه اتش ار، فيبقى الريزومي ده خاص بالشغلانه دي بس، اللي هو مثلا كورساتي في الشغلانه دي، مهاراتي المطلوبه في الشغل ده، ايه الخبرات اللي اشتغلتها، مثلا لو اشتغلت بي ار في المكان مثلا في كذا مكان قبل كده، ببدا برضو اصيغها ويبقى ريزومي خاص او موضح اكتر بالشغلانه اللي هقدم عليها. احنا اصلا المفروض لما نيجي نقدم الريزومي، بس هو عشان دلوقتي تلاقي كله بيقول لك ايه صيغه درجه، او بينك جميعا يقول لك ايه سي في سي في. بس هو احنا اصلا لما نيجي نقدم الريزومي مش السي في، تمام. وطبعا لما نيجي نقدم السي في، يفضل طبعا نبعته بي دي اف، والايميل يكون طبعا فورمال، بلاش الايميلات اللي هو يكون مثلا اسم دلع والاسماء دي اللي بنشوفها كتير. فطبعا يكون بي دي اف زي ما قلنا، ده رقم واحد، ويكون الايميل فورمال. رقم اثنين. رقم ثلاثه طبعا بلاش يكون عدد زايد في الصفحات، يعني اكتر حاجه صفحتين. ده رقم ثلاثه. رقم اربعه بقى اللي هو طبعا باللغه الانجليزيه، برضه النقطه دي نخلي بالنا منها. ده بالنسبه للسي في. تمام، يعني انت كده شايف ان اولا بتاع اللي اسمه دوت السي في يكون على الوورد، صح؟ ده افضل. بالظبط. بالظبط. بعدين يتحول لبي دي اه. اف. بعدين بي دي اف. ايوه. تمام. طب ليه احنا بنبعته مثلا بي دي اف مش بنبعته وورد؟ علشان وارد ممكن اللي هو لا السي في مثلا يعني، لا احنا احيانا حتى لما بنبعت الحاجه وورد ممكن تلاقي ايه الصيغه لا لخبطه. إيه مثلا لو انا ببدا المفروض برضه هبقى اوضحها. إيه انا مش بحط صوره شخصيه ليه في التسجيل لما تكون مطلوبه مني، ودي احيانا بتبقى في الشغل مثلا زي العلاقات العامه، تمام. فطبعا ما يعني بلاش تحط صوره وخلاص غير لما تكون طلبت مننا. فانا مثلا لو بعت لي السي في وورد وحط صوره هتلاقي ايه لا مثلا الصيغه اتغيرت، الصوره بدل ما كنت حاططها مثلا في مكان ثاني في مكان ثاني. فطبعا البي اف لما ببعت بيكون طريقه مهندمه اكتر وواضحه اكتر في نفس الصيغه. صح، كلام زي الفل. طب امال بقى ليه الناس بتقول لنا ايه؟ خد السي في دوت اللي بتاعه متعدل مظبوط مش عارف ايه ومحترف ومش عارف ايه، انت عدل عليه بس اكتب بياناتك انت والكلام ده. في ناس كتير بتعمل كده، تجيب لك مثلا سي في جاهز بتاع واحد مثلا محترف، واحد كويس، واحد مسؤول واصل لحاجه حلوه، تقول لي السي في دوت جاهز، انت بس تعدل عليه تحط بياناتك انت مش عارف ايه وكده. ايه رايك انت في اللي بيحصل ده؟ ما هو دي الفكره بقى اللي ذكرناها في البدايه، اللي هو ده التمبلت الجاهز. وانا بلاحظ مثلا في ناس كوميونتي، يعني من كوميونتي حواليا كتير، بيقول لك مثلا السي في اللي هو يعني او اقول مثلا يقول لي بعمل السي في والله بسعر كده، يعني سعر اللي مثلا عديت ال 100 جنيه وكده. فبقول طب تمام وريني بقى اللي هو اللي انت بتعمله، العينات اللي اشتغلت عليها قبل كده او البورتفوليو بتاعك. بيوريني الاقي اللي هو جايب تمبلت كده، واللي هو نفس الصيغه نفس الفكره، هو بس بيانات كاتبها، واللي هو بيكتب بغير اسماء الناس وكده. رغم انه في مكان برضه هنا كان قريب بدون داعي ذكر اسمه، كان بيعمل السيره الذاتيه للشخص يعني في حدود 20 جنيه. فانا ساعتها بقول له تمام وريني يعني عم بتعمل زي سي في. فكان جايب ساعتها تمبلت اللي هو من كانفا، وبدا بقى يشتغل عليها اللي هو ديزاينه. طب تمام، هو ما هي دي مش في كل الاحيان. دي انا معاك التمبلت بس في شغل معين، لو شغل مثلا زي الجرافيكس، تمام. انا اكون مثلا والله محتاج مثلا السي في بتاعك يكون مثلا على كانفا، ليه؟ عشان اعرف والله مثلا يعني، او حسيتك في اللي هو في الالوان، فاهم؟ اه بس فكره لا طبعا يفضل بنسبه كبيره انه يكون طبعا على الوورد هو. انما فكره بصراحه التيم دي انا مش بشجعها دايما، حتى اغلبيه اللي بيشتغل برضه مش بيشجعوها. وبلاش زي ما ذكرنا برضه كده انه حد يعمل لك التدريب. هي كل فكره تكون ايه محتاج منك، اللي هو مثلا فكره انك تكون تعرف تستخدم وورد واللغه. الوورد دي طبعا محلول، لو دخلت على اليوتيوب هتلاقيه كذا مصدر كتير. ولو حابب ارشح مثلا في مصادر كتير مثلا زي ما ذكرنا اللي هو قناه مانولوجي، ده شرح الوورد والاكسل والباوربوينت، كل فيديو مدة ساعة. انت هتبدأ تطبق مع يعني الفيديو ياخد معاك مثلا مدة 3 ساعات، تمام. زي ما قلنا إيه، مثلا الفيديو ساعة ده انت مثلا ايه هتاخد مثلا النهارده ربع ساعة او 5 دقائق، وتبدأ 5 دقائق دي تبدأ تطبقها فتاخد معاك انت مدة ربع ساعة مثلا. فتيجي على نهاية مثلا اسبوع تلاقي نفسك حلقت الاكسل. وهو ده اللي عملته بالفعل وحصل معايا.
ده رقم واحد، ده بالنسبه مثلا. رقم اثنين هتقول لي والله انا عندي مشكله في اللغه، هقول لك سهله والله. انت مثلا لو دخلت على اي كمبيوتر قلت والله انا عامل سي في بس محتاج حد يساعدني في ترجمته، هتلاقي كتير ناس يعني بتعمل خير ويقول لك بس ابعتوا لي، والله ابعتوا لي مثلا اسالك فيه. رقم ثلاثه كان انت تطبيق اسمه جرامرلي، ده على جوجل اسمه جرامرلي. التطبيق ده بتدخل مثلا تبعت له السكريبت ويبدا يترجمه لك. ده لو اسم انا مثلا التطبيق عندي كده مشكله تاني؟ برضه. قول اسم التطبيق تاني. جرامرلي. جرامر. مم. جرامرلي مم. ده بالنسبه لي. فيعني دلوقتي كل حاجه دلوقتي السوشيال ميديا والنت وكل ده سهل لنا فرص كتير قوي. بيجي في الوقت يعني ما فيش مشكله هتواجهني دلوقتي ان انا مثلا ابقى عندي صعوبه ان انا اخلي حد مثلا يعمل لي السي في، او انا اعمل السي في بنفسي. تمام، يعني اول ان احنا الواحد يعمله بنفسه ويعمله على الوورد. طب بالنسبه لحته البي دي اف، انت بتقول دلوقتي بتقول ان شايف البي دي اف ما يعديش الصفحتين، مع ان برضه احنا ساعات كشباب لما بنشوف مثلا السي في مثلا معدي صفحتين وفي انجازات كتير نقول ده الشخص ده تلاقيه يعدي، ده الشخص ده تلاقيه نجح جامد، ده تلاقيه مش عارف رقم واحد في مكانه ومش عارف ايه، بسبب كتر الحاجات اللي هو كاتبها بقى والصفحات والكلام ده. برضه ايه رايك في كده؟ والله هو من وجهة نظري، ودايما اللي بيعملوا اتش ار اصلا السي في، الاتش ار مش بيركز غير على كام حاجه. مثلا لما بيوصل هو مش بيقرا كل السي في، هو بيشوف حاجات معينه زي ايه، مثلا الاوبجيكتيف بتاعك، زي مثلا الاكسبيرينس بتاعك، زي مثلا بيشوف الادرس عنوانك ايه، طب هل مناسب معايا ولا لا. يحاول يعني السي في كله ما بياخدش شيء ثانيه مع الاتش ار. انما الباقي كله ده انا والله مثلا لا شفت حاجات، شفت اللي بتوع اكسبيرينس او شفت الاوبجيكتيف بتاعك، شفت الادرس والحاجات دي، لا بقى هطلبك بعدين اقول لك ايه، تعالى بقى في الانترفيو تبدا تتكلم عن كل حاجه. تمام. فالاتش ار مش بيبقى غير السي في كله، لا هو بيحاول يركز على كام حاجه، حتى لازم يكونوا موضحهم ويخليهم في السي في اللي هو طبعا الامكانيات، البيرسونال انفورميشن، بعدين اوبجيكتيف، بعدين مثلا الديسكربشن بتاعي، بعدين اكسبيرينس. في اول كام حاجه لانه هم دول اهم حاجه في الاتش ار. انما الباقي بعدين كله فهو بيرجع بقى تمام بقى. لما تيجي تبدا تتكلم عن انجازاتك، عن الكورسات بتاعتك، والله انا اخذت كورس مثلا لغه انجليزيه من الجامعه الامريكيه مثلا من مكان معين. فده تمام. هسالك سؤال اللي هو انت بتدوس سيلف، عرفت والله مثلا تبدا تعرف نفسك والكلام ده. طب تمام جميل جدا، انت كده استفدت من الكورس وفعلا انت مستفيد بالمحتوى. انا برضه حابب انوع على النقطه اللي هو ما تركزش على فكره انه الكورس ده مثلا الشهاده تكون معتمده او لا، ركز اكتر على المحتوى. هل اضاف لي في الكورس ده فعلا ولا لا؟ يعني انا دلوقتي مثلا انا والله دلوقتي واخد كورس على سبيل المثال اكسل او باوربوينت او كروم الاوفيس بصفه عامه من مكان يعني ذو موقع محترم جدا. تمام. ولكن انا عن نفسي ما استفدتش ليه؟ تمام. انا لما هنزل في انترفيو اتش ار ممكن الشهاده خالص يقول لي لا ده تمام، انت بتقول والله ان انت بتقول في الاكسل ان انت حد مثلا في روبوت. طب تمام حلو جدا، ابدا بقى تطبيق الشيت ده، اكتب مثلا اكتب لي داشبورد. تمام. فركز اكتر على المحتوى وعلى الفاليو اللي قدمته في الكورس، على يعني تركزش بقى على نقطه ولا مثلا المكان ده معتمد ولا، او الشهاده دي معتمده ولا لا. لا ركز اكتر على الفاليو اللي هم اديتك في الكورس. لان انت لما تبدا تشتغل مش الشهاده اللي هتشغل، لا اللي انت المهاره اللي عندك او الخبره اللي عندك هي اللي هتفرق معاك وهتشغلك. فهمتك اكيد. هو فعلا زي ما انت ما قلت في الاخر، في ناس كتير انا بمر حتى شفت ناس حواليا بيقول كده برضو، اللي هو ناس بتدور على الشهاده، وانت تديني شهاده ولا مش تديني شهاده مش عارف ايه، طب انا عايز كورس يديني شهاده، انا عايز شهادات مش عارف ايه في الاخر. طيب هل انت اصلا بالشهاده بعد ما خدت الشهاده، طب هل انت الكورس ده انت استفدت منه؟ بتلاقيه طالع بلح اصلا، ما اعرفش هو مش فاكر هو خد إيه اصلا في الكورس. هو كفايه عليا بالظبط. بس انا عايز احضر معاك السيشن عشان تديني الشهاده، مش هتنفعك في ايه ولا ايه ده خالص. ده كده بالظبط اللي كلامك فعلا. بالظبط. وهو كان من فتره الاستاذ صلاح ابو المجيد كان اتكلم عن نقطه الشهاده المعتمده، فقال لك هو اصلا بالنسبه للشهاده المعتمده مفيش غير اللي هو ام بي اي والايلتس والتوفل، دول بس يعتبر معتمدين. تمام. بالنسبه مثلا انا حضرت سيشن او مثلا نزلت اخذت كورس، طب بيقول لي والله الشهاده بتاعتك معتمده. طب تمام، معتمده من ايه بالظبط؟ تمام. ده سؤال ثاني برضو اللي هو للاسف في ناس يعني لاحظها دي في اماكن كتير مراكز حواليا، اللي هو مثلا يقدم كورس او تدريب اكسل جامد جدا، بعد ما بيعمل كده يجي لك يكتب يجي بقى. الموقف ده حصل معايا انا شخصيا، كنت بقدم كورس اكسل
مركز هنا فري والكلام ده كله، طب كله جميل. ده بقى في النهايه اللي هو قال لك ايه، انا والله هديك شهاده معتمده مش عارف من وزارتيه ومركزيه وكله ده، عايز كام الشهاده؟ 300 جنيه. ليه مش عارف 100 يقول له لا، انا اهم حاجه بالنسبه لي كورس، انا بالنسبه للكورس طب جميل جدا، الشهاده مش عايزها خلاص. ايوه صح. للاسف في مصر بقى بيحاولوا ايه يضحكوا على الشباب اللي هو انا هجيب لك الشهاده هو وبتعمل الكلام ده. بيحاول يسحب هو بيحاول يسحب الناس بكلمة ايه دي شهادة معتمدة، عشان الناس بالظبط ايه بالظبط تروح بالظبط تقدم في الكورس تاخد الكورس في الاخر لا شهادة معتمدة ولا الواد بيطلع فاهم حاجة من الكورس ولا الناس اصلا بالظبط نفسهم. بالظبط ايوه. للاسف يعني ده مصطلح يعني حوالين شباب كتير، فبنحاول يعني نوضحه اكتر اللي هو لا، انت تركزش على الشهاده محتوى، يعني تركزش على الشهاده سواء معتمده ولا لا، ركز اصلا على المحتوى. يعني في كذا مثلا كورس نزلت كذا، ما مش بدور على الشهاده، اهم حاجه محتوى. لا كورس هتبقى تمام جدا جميل، بس غير كده انما الشهاده مش هقول لك برضه تهمل الشهاده خالص، بس ما يبقاش هدفك الرئيسي زي ما بشوف يعني شباب كتير اللي نازل يعني اهم بيسال مثلا لما بيكون مثلا في جروبات على الواتساب، اول ما بننزل مثلا نكون اوفلاين، اول شيء بقول بيسال لك يا جو المدرب مثلا او حد من بقول لك يا جو ثانية ثانية شو شيل كده السماعة، شيل السماعة واتكلم. كده. تمام. انت شلت السماعة خالص؟ مم. ايه كلام كده؟ بقول لك شلت السماعة خالص؟ صوتك بعيد. ده صوت السماعة ولا من غير السماعة؟ الو. ايوه سامعك كده. كده تمام كده، انا يعني رجعت السماعه تاني. هو انا شلت السماعه وبعدين رجعتها دلوقتي تاني، فكده افضل ولا اشيل السماعه؟ خلاص ماشي بس اتكلم بطيء شوية عشان لما اتكلم بسرعة بيدوش البيان فاهمني؟ تمام تمام مفيش مشكله. يعني حاول تبطأ شوية في الريتم الكلام عشان الدوشة ما تبانش والصوت يكون واضح. تمام جدا مفيش مشكله، حاضر. تمام يا كبير. طيب انت كده قلت انه يكون وورد يكون البي دي اف ما عنديش صفحتين ما نعملش تبلت عشان زي ما انت قلت كده ما نهتمش بالشهادات على الإفادة نفسها بتاعت الكورس. بالظبط الناس اللي شهاده معتمد مش عارف ايه ده بيكونوا نصب او انهم بيخدعونا عشان نروح ادم في الكورس يعني. صح؟ بالظبط بالظبط. تمام. طيب بالنسبه بقى بما انك برضو متمكن يعني وبتدي كورسات في اللينكد ان، شايف ايه اهميه لينكد ان وان هو طلع ترند الفتره الاخيره ناس كتير بتتكلم عنه تقول لك خش اعمل اكونت على لينكد ان مش عارف تتعامل عليه هيجيب لك شغل ناس محترمين. حتى ترند فاكر انت لما يقول لك ايه الواحد لما يخش لينكد ان بيلاقي نفسه تايه وسط عظماء اللي مش عارف كاتب لي ده كان شغال فين وفين وفين ومش عارف إيه الكلام ده كله. شايف ازاي اولا شايف ايه اهميه ازاي تقنعني باللينكد ان او ايه اهميته بالنسبه لي عشان اخش اعمل عليه اكونت، ولو دخلت شايف ازاي اتمكن فيه بكون كويس منه اتعلمه منين يعني وكده. لو ترشح لحد يعني ترشح لحد ده يفرق معايا في ايه لينكد ان عن فيسبوك مثلا وكده. تمام. لينكد ان يعتبر منصه زي الفيسبوك، بس هو اكثر بروفيشنال، يعني بي تو بي. يعني كل موجودين عليها هتلاقي حد بيعمل براند لنفسه، حد مثلا هتلاقي ناس من اتش ار، ناس اصحاب شركات، اغلبيه المنتجين عليه حد بيعمل براند لنفسه. والله لو انا مثلا بقدم محتوى بكون بقدم محتوى مثلا بعمل براند لنفسي، حد مثلا تلاقي الاتش ار نفسهم ليهم اكونتات تقدر تتواصل معاهم بسهوله. هيساعدك برضو اللي هو من جهه لو انا مثلا رايح اعمل انترفيو وحابب افهم عن الشركه دي، او حابب افهم عن الاتش ار، حابب اذاكر الشركه دي، ببدا ادخل والله مثلا اعمل سيرش عن البيج، اعمل سيرش عن الاتش ار، افهم شخصيته اكتر عن الشركه، افهم اكتر عنها، اذاكرها.
لان طبعا ده بيسالني سؤال مثلا تعرف ايه عننا، بيكون غرض السؤال ده هل انت حد مهتم ولا انت لا مثلا والله جبت الاعلان فقدمت حاجه وجاي وخلاص. فلينكد ان بصراحه يعني وانا حد من الناس دي فتح لي فرص كتير بصراحه، ولكن كانت العقبه الوحيده او العقبتين قدامي اللي هم اني انا بدرس، لسه ده رقم واحد. رقم اثنين ان انا من سوهاج، لان فكره ان كان الشغل اتوفر برضو قدامي كان في القاهره، فكان دي برضو عقبه قدامي شويه. كان في شغل اتوفر برضو قدامي اللي هو خارج مصر، ولكن برضو دي فكره اللي هو الدراسه كانت يعني عقبه بالنسبه لي شويه، ولكن لعله خير. وطبعا لينكد ان هيساعدني في نقطه اللي هو العلاقات. ويفضل طبعا انا لما اكون عامل اكونت على لينكد ان ما اضيفش اي حد وخلاص. يعني لينكد ان بيتيح لي في حدود 30,000 صديق، ولكن لما اجي اضيف الاصدقاء عندي المفروض اقسمهم على ثلاث مثلا خانات او ثلاث تقسيمات. ازاي؟ يعني انا مثلا على سبيل المثال انا حد لسه بدرس في زراعه ومهتم بالمجال الزراعي، تمام. تمام، ببدا اضيف في حدود 60% ناس في مجالي، والله مثلا طلبه زي مهندسين في التخصص في الزراعه، مثلا والله دكاتره في الجامعه. تمام تمام. يعني بنسبة كام مثلا لو أنا برضه هنوضحها أكتر، لو أنا عندي 1000 صديق هيبقى 300 منهم في مجالي ده، تمام. 30% أضيف HR شركات أنا نفسي أشتغل فيها. طب هتقول لي ايه فايده ان انا اضيف HR؟ هقول لك تمام جدا، في كذا فايده. طب ايه هم؟ رقم واحد اللي هو مثلا انت نفسك تشتغل في شركه اكس او مثلا في بنك معين، الاتش ار بيكون دايما بيشتري اعلانات اول باول، فانت بتكون مثلا بتشوف الاعلان، بتشوف والله مثلا في الاعلان ده محتاجين حد عنده مهاره سوفت سكيلز، محتاجين حد مثلا يعرف يستخدم برامج اوفيس، محتاجين حد يكون عنده مهاره معينه. فانت تبدا تاخد المهارات دي وتبدا تكتبها عندك في النوت بوك، وتبدا بقى ايه تقويها من دلوقتي وانت بتدرس، بحيث ايه اللي هو ان شاء الله لما تتخرج يبقى لا انت عارف والله الشركه دي طالبه حد يكون عنده مهاره 1 2 3 4، فلا انا اشتغلت عليها والدنيا تمام فاكون جاهز باذن الله. ده رقم واحد. رقم اثنين فايده الاتش ار برضه عندي ان انا اكون على تواصل معاه دايما، اقوي يعني اقوي العلاقه برضه معاه، اللي هو مثلا بحيث لو في اي حاجه يبدا يبلغني بها، ادخل اعرفه عن نفسي ان انا والله مثلا اسمي كذا كذا بدرس في كذا، ومهتم مثلا في البدايه خالص ان انا انزل اتدرب مع حضراتكم. هيقول لي تمام جدا، وابدا طبعا ايه ما يكون مثلا على تواصل معاه برضه دايما، ما ينفعش اتواصل معاه مره كده واسيبه. ليه له مثلا في مناسبه ادخل مثلا اعيد عليها، مثلا شفته منزل بوست مثلا انه مثلا علاقة معاه، حقق تعمل انجاز. علاقة كويسة مع اه الشخص ده. بالظبط بالظبط بالظبط. ده رقم اثنين. رقم ثلاثه اللي هو لما ببقى ضايف انا الاتش ار، مثلا انا والله كنت مثلا باخد كورسات، نزلت شاركت في ايفنتات، نزلت شاركت في اي حاجه، فالاتش ار لا بيجي شايف والله الشخص ده لا ده حد اكتف، ده حد نشيط، لا فهو دايركت اول ما يلقى في حاجه دايركت هيدخل يتواصل معاك، لا شخص لا فعلا انت حد تستاهل الفرصه دي. فاللي هو ايه هتلاقي هو دايما يتواصل معاك، حتى على الاقل لو ما توفرتش عنده فرصه فيرشحك لحد من زمايله. فطبعا دي فائده ان انا اضيف الاتش ار. وبرضه بما انه ذكرنا الحياه اللي بنشيرها والمحتوى، فانا برضو حابب فكره بالنسبه لما نشير، يفضل ان نشير لو جينا مثلا قلنا الايام اللي نشير فيها، فيفضل انه تكون بتشير حاجه في بدايه الاسبوع، بلاش مثلا نشير في نهايه الاسبوع، سواء مثلا يعني من يوم الاربعاء والخميس والجمعه والايام دي، بلاش انه تبقى هي الاجازه او حد مش مهتم اكتر. ولكن لو حاول لما تشير مثلا في بدايه الاسبوع من السبت لحد الاثنين، معاك الايام دي كويسه جدا تقدر تشير فيها. وبرضه بالنسبه للاوقات في عندك مثلا تشير لو في الصبح مثلا تمام جدا، معاك مثلا من الساعه 9 للساعه 11 ده جميل جدا. معاك مثلا من الساعه 2 للساعه 4 ده حلو برضه، وقت كويس جدا هتلاقي عليها ريتش والناس متواجده كتير. معاك برضه من الساعه 6 للساعه 8 مساء برضه انصحك برضه تشير فيه. دي نصيحه برضه. رقم اتنين برضه نخلي بالنا، ممكن حد يقول لي والله طب انا بشير في الاوقات دي ومفيش تفاعل، هقول لك في الحاله دي بقى يبقى انت تحاول ايه تدرس الناس اللي عندك. والله ده انا عندي طلبه، تمام. الطلبه دي بتكون موجوده امتى؟ والله موجوده مثلا تكون فاتحه مثلا على كده موجوده من بعد الساعه 4. طب تمام انا عرفت والله ده من خلال ايه نشر كتير، ولو لا انا مثلا شاركت في الوقت ده ما لقيتش حد بيدفع. ده تمام اللي انت غيرت اللي عندي مثلا طلبه، ده تمام قالوا لا انا اشترك في الوقت ده.
فدي برضه ممكن تساعدني جدا. ولو انا بقدم محتوى فطبعا احاول اقدمه بكذا طريقه، او احاول مثلا اعمل زي اللي هو استطلاع راي مثلا الاصدقاء اللي عندي، اللي هو مثلا ايه افضل بالنسبه لكم. تمام، حد يقول مثلا لا بوستات، مثلا فيديو، مثلا صور. فاحاول برضو انا لما اقدم محتوى احاول مثلا ابدا عامل تشكيله بين مثلا بوستات وبين مثلا الصور وبين فيديو. ليه؟ عشان مثلا والله انا حد مثلا ممكن احضر فيديو بس ما اقراش مقال، انا ممكن حد اقرا بس ما اسمعش فيديو، ولا انا حد مثلا بحب اخد المعلومه بسرعه، فممكن الصوره تخلص لي الدنيا. تمام. تمام، دي بالنسبه لنقطه المحتوى. نرجع نكمل بقى تقسيمه الاصدقاء. احنا قلنا 60% اللي هو ناس في مجالي، واللي هو نقول إن عليهم بالنسبه للاصدقاء لو عندي 1000 صديق هيبقى 600 صديق. وبالنسبه 30% دي قلنا اللي هي الاتش ار، وقلنا فايدتها. 10% ايه بقى؟ ال 10% هنضيفها في الاخر، يعني اللي هو لو هنضيف 100 شخص اللي هو هيكون 10% دي لو انا مثلا حد في زراعه او حد في تجاره او حد في حقوق، بس انا مثلا مهتم بمجال ثاني، مهتم بمجال مثلا البي ام، مهتم بمجال الماركتنج، مهتم بالبرمجه. فببدا اضيف ناس بحيث مثلا لو عندي سؤال، عندي استفسار، مثلا الناس دي لو اخذت كورس او اخذت حاجه في المجال ده وانا مثلا مهتم بالمجال ده برضه ممكن استفيد منهم. فابدا اضيف ناس في الجزئيه دي. فاحنا بالنسبه لنقطه الاصدقاء فقلنا نقسمها اللي هو 60% و30% و10%. ده بالنسبه للاصدقاء على LinkedIn. كده قلت الأصدقاء نقسمها 60 30 10%. بالنسبة بالظبط. لللينكد إن أهميته إن هو يوفر لنا فرص شغل أكتر، هيعرفنا على الشركات أصلا عموما يعني اللي بتنزل فرص عمل هنشوفها، هيعرفنا على بالظبط. الاتش ار. انت قلت ان غالبيه معظم الاتش ار بيكونوا موجودين على لينكد ان بيدوروا فيه وكده. فدلوقتي يعرفنا اكتر على بالظبط. الاتش ار، يعرفنا اصلا هم ايه اللي بيهمهم في الشغل، هو اللي بيهمهم في الشخص نفسه اللي مقدم على الشغل، هم بيهتموا بايه عشان نعرف نهتم بيه احنا كمان، صح كده؟ قلت بالظبط. ان برضو من اهميه اللينكد ان ان احنا نقدر نعمل علاقات كويسه مع الاتش ارز برضو عشان نعرف نكلمهم، بس ان لو مثلا كان واحد فيهم منزل فرصه عمل ولا حاجه كلمناه يقدر برضو يعني ايه نكون كويسين بالنسبه له. قلت برضو ان احنا ننزل محتوى هادف، طبعا محتوى كويس على الصفحه بتاعتنا وعلى الاكونت بتاع لينكد ان عشان برضو لو قدمنا ولا حاجه واتش ار مثلا شاف مثلا الاكونت بتاعنا بالصدفه، ممكن هو يكون عايز لنا يعني يخدمنا ويوفر لنا فرص عمل، او حتى لو ما كانش عنده مكان زي ما انت قلت يرشحنا لواحد غيره. تمام. دي كلها طبعا تمام. قلتها من طيب. طيب نتعلم تمام. اللينكد ان منين؟ يعني انت شايف ترشح حد مثلا نتابعه على اللينكد ان، ولا مثلا نسمع على يوتيوب، ولا ايه بالظبط؟ في كثير عندك لينكدين، كذلك يوتيوب هتلاقي كذا حد عظيم جدا على اليوتيوب هتقدم محتوى. لو مجرد ما نكتب مثلا سلسله لينكد ان هتلاقي في كذا قناه بتقدم زي ما ذكرنا قناه ابن سيناء، في قناه تكنولوجي. لو جينا مثلا نذكر الشخصيات بعينها مثلا من الشخصيات العظيمه جدا طبعا في لينكد ان ورقم واحد في الشرق الاوسط اللي هو مستر اسامه شعبان، ده من الناس المؤثره جدا في لينكد ان طبعا. ده حقيقي يعني هيفيد جدا اي شخص برضه لو حب يبدا مثلا يعمل بروفايل ولا حاجه هتلاقي هيفيده. وانا طبعا اكون معاه لو حد يحتاج اي ريفيو او اي نصيحه، او بالنسبه للاستثناءات برضه بقدم ممكن حد لو احتاج اي حاجه فاكون معاه طبعا في اي وقت. وبرضه حابب انوه حاجه اللي هو لينكد ان مهم جدا. واحيانا دلوقتي احيانا لما بتتواصل مع حد مثلا فرصه تدريب او شغل بيقول لك ابعت لي لينكد ان ما تبعتليش السي في احيانا يعني. ليه؟ لانه خلاص لينكد ان تمام. مجرد انا ما بشوفك اصلا حاطط لينكد ان في السي في، لا انا بعرف ان انت حد بروفيشنال، حد مواكب العصر، لا حد مميز يعني. دي بتكون اد فاليو ليك انت. فطبعا نهتم بلينكد ان قوي، لانه بصراحه بيفتح فرص ابواب كتير يعني. وهو اصلا خلاص في تمام. مثابه مواقع يعني هو زي نقدر نقول ابورك وخمسات يعني. برضه بالنسبه للفريلانسر يقدر يكونوا موجودين عليه ويستفادوا جدا منه. كويس جدا تمام خلاص كده. طيب انا استنى منك برضو بعد ما نخلص ان شاء الله البودكاست، هبقى استنى ايه ترشيحات لكورسات على اليوتيوب او ناس انت بتتابعهم في تمام. لينكد ان عشان برضو انت حابب تتعلم المجال ويخش فيه، سواء على لينكد ان او السي في، ناس هنا وناس هنا برضو. تمام. تمام. وطبعا لينك القناه لينك الاكونت بتاعك طبعا ننزله عشان الناس اللي عايزه برضو تتابعك برضو في السي في ولينكد ان وكده. تمام جدا تمام. مفيش مشكله. تمام. تمام. طب ايه بقى المشاكل، ايه المشاكل اللي انت قابلتها في مشوارك ده، يعني اللي هو لما دخلت كارير بقى الكارير بتاع الفريلانس والكورسات ودورات في السي في ولينكد ان،
وبدأت تتطور من نفسك ومش عارف ايه، اكيد قابلك مشاكل صعبة حاولت توقفك مش عارف ايه كده. ايه بقى المشاكل ديت عشان نقولها للشباب اللي عايزين يخشوا في نفس مجالك مثلا، بحيث ان هم ما يقعوش في نفس المشاكل دي، او بحيث ان ديت لو حصلت معاهم ازاي يعرفوا يطلعوا منها، فاهمني؟ تمام. هي المشكله اللي كانت واجهتني في البدايه ان انا ما يعني كانش في حد سبورت ليا اللي هو يفهمني اكتر. يعني كان اعتماد على ذاتي اكتر، وبجانب ان انا لا مهتم اكتر بالسيستمات ومهتم ان انا اذاكر سيلف ليرنينج اكتر. ما كانش في حد سبورت في البدايه انه يساعد في النقطه دي. ده رقم واحد. برضه من المشاكل اللي واجهتني اللي هي فكره ان انا كنت اصلا موجود في سكن مغترب، وللاسف النت ما فيش. فكنت عشان احضر بقى سيشنات او كورسات او اذاكر محتوى عن النت، كنت بضطر يعني امشي في حدود مثلا ربع ساعه من سكني اوصل مكان ثاني عشان اكون متواجد عند النت، وابدا اقدر اخد كورسات واحضر واساعد. فدي كان من المشاكل اللي واجهتني في البدايه، ولكن الحمد لله يعني اتخطيتها وعدت على خير. يعني بديت لا استفدت جدا بعدين. وكنت طبعا يعني الواحد ممنون جدا لنفسه اللي هو ما كانش مثلا يكسل، ما كانش يتراخى ولا يهمل. فالحمد لله يعني ان الواحد عدى الخطوات دي. الحمد لله كويس. يبقى ممكن نقول مثلا للناس النت ان حد يكون عنده نت كويس عشان الدورات طبعا. والكورسات والدعم، ان أنا اشوف طبعا الصحبه الصالحه، الصحبه الكويسه، ان حد يدعمني وهكذا عشان اقدر اكمل. بالظبط. تمام. طيب شايف ايه اللي بيخلي الانسان انه يكون عايز يكون نسخه احسن من نفسه؟ يعني شايف ايه اللي ممكن يحفزني او يخليني اكون عايز احسن من نفسي دلوقتي؟ تمام. اللي يخليني احسن من نفسي او اللي هو دايما اللي هو زي ما قلنا فكره اللي هو ان انا اجرب اي حاجه، ده اللي يساعدني ان انا افهم اكتر مثلا. ده رقم واحد. رقم اتنين القراءه، ان مثلا انا اقرا، ده برضه هتحفزني وهتفهمني اكتر. من الحاجات دي برضه مهمه جدا. وزي ما ان قلنا انا اكون فكره شخص انك طموح، ان انا اكون شخص طموح وعايز اكون احسن طالب. بالظبط بالظبط. لانه فكره مثلا فتره الجامعه حاليا انا بتكون يعني الشباب هي زي ظاهر الشباب اللي هو انت لا قدامك حاليا تقدر تجرب اكتر وبراحتك. حدش مثلا هيقول لك لا ده مثلا اغلط، ده غلط، ده مثلا اخطا، لا لسه انت بتدرس. انما مثلا مجرد ما تتخرج لا ده الشخص ده مثلا غلط، ده الشخص ده كذا. فهتلاقي الغلطه بحساب. بس دلوقتي انت لا، انت لسه في فتره الجامعه، فجرب براحتك بحيث تلاقي انهي مجال انسب ليك. فده زي مثلا فكره اللي هو لما تكون شغال مع حد وانت اقل من 20 سنه، يقول لك لا ده لسه ما عداش 20 سنه، بس اصبر كده تكون وصلت 20 سنه ويوم، يقول لك في حد 20 سنه وبيغلط. فاهم؟ بس يعني لا، انت في فتره الجامعه تقدر تجرب براحتك وتشوف هنا وهنا وهنا. فده يساعدك انك تفهم اكتر طبعا. بس نحاول طبعا ان مثلا على مثلا السنه الثالثه او الرابعه اكون خلاص، على الاقل خالص انا قدرت احدد مجال يكون مصدر لي عشان ابدا بعدين اكمل فيه. بالظبط صح. طب شايف ايه اللي بيخلي الانسان، ايه اللي بيخلي الانسان يفشل؟ يعني ايه الحاجات او الصفات السيئه اللي بتخلي الشخص يفشل؟ اللي بيخلي الشخص يفشل اللي هو ممكن اقول اصدقاء. الاصدقاء دي حاجه من الحاجات. واللي هو الكسل برضه، ان انا اكسل واهمل. دي حاجه برضو اللي هو لا طبعا. يعني سواء الاصدقاء او الصاحب اللي هو إيه، هتلاقي يقول لك طب مثلا ايه فايده اللي بتعمله ده؟ إيه ما مثلا تلاقي دايما يصدر لك طاقه سلبيه. ما البلد ما هي عارفين ما فيهاش شغل. طب ما اللي خلص اهو قاعدين مثلا زي بتلاقي كله يقول لك على القهوه. لا مالكش يعني مالكش دعوه غير نفسك. انت خليك عارف ان انت طول ما تسعى صدقني فيها بابا كتير تتفتح لك. بس انت اسعى واعمل عليك، وابدا اتعرف على حد هنا وحد هنا، وابدا اعمل براند كويس لنفسك وشارك في حاجات كتير. فده كله طبعا هيفرق معاك. بس فكره ان انا مثلا بقى لو قعدت اقعد بقى مع الكوميونتي حواليا الناس سلبي وتدي طاقه سلبيه ولو زي ما بيقولوا، دي حاجه طبعا مش حلوه. لا فكره الكسل برضه اللي هو انا اكسل او اقعد بقى اللي هي اقول خلاص انا بقى لما ايه اخلص الدراسه ابدا افكر بعدين اشوف ايه الكورسات اللي هاخدها. كل دي حاجه مم. طبعا مش حلوه خالص. يعني التاجيل والتسويف ده حاجه مش لطيفه خالص. ولكن يبقى لو انا يعني لو انا التأجيل عندي هدف. والكسل والصحة. بالظبط بالظبط. كمل كمل. ولكن لو انا عندي هدف ومؤمن بيه وبسعى ليه، فطبعا مفيش اي حاجه هتفرق معايا من كل ده، سواء حد هيجي معاي او اي حد يسبب لي طاقه سلبيه. فطبعا لا انا مش هتنتبه للحاجه دي. عشان عنده هدف ما حدش يعرف يأثر عليه. بالظبط بالظبط. مم.
تمام. طب ايه بقى العكس بقى، ايه الصفات الحلوه اللي في شخص مثلا نقول الصفات دي هتساعده انه ينجح، او الصفات، ايه الصفات اللي تخلي الشخص ينجح؟ الصفات الكويسه اكيد. الصفة اللي كويسة طبعا اللي هو يكون محدد هدفه وعارف هو بيسعى ازاي. ده رقم واحد. رقم اثنين الاستمرارية، ان انت تستمر. يعني مش لازم زي ما ذكرنا ان انا مثلا عشان انا اتعلم مجال او مثلا اقرا كتاب او اخد كورس ما يخليش الحماس واخدني في البدايه اروح انا اقول انا هخلص الكورس ده مثلا في اليومين دول، او انا مثلا خطتي في السنه دي ان انا اتعلم مثلا 5 لغات. لا، اخلي حاجه اللي هو ايه اقدر احققها فعلا. لا والله انا مثلا في السنه دي هدفي كذا، او في الشهر ده ان انا اتعلم لغه. ده بتعلم ايه في اللغه؟ مثلا مهاره الليسننج، هقرا كتاب. طب هقرا كام فصل؟ ابقى محدد، واللي هو برضو امشي خطوه خطوه. لانه انا لو جيت مثلا اللي هو اول يوم يعني مثلا لو جينا استبعدنا في القراءه ان قريت مثلا 20 صفحه 30 صفحه، هيجي تاني يوم وثالث يوم هيبدا العدد يقل معايا، بعدين هبدا مش مهتم. ففكره ان انا ابقى عارف بعمل ايه وايه الغرض منه، فدي طبعا هتكون كويسه جدا. امم صح فعلا، كلام زي الفل والله. طيب شايف ايه الافضل وايه الاحسن، الموهبه والالتزام؟ يعني الشخص يكون عنده موهبه وخلاص، ولا شخص يكون ملتزم بس ما عندوش موهبه؟ شايف ايه اللي احسن فيهم؟ الالتزام طبعا. لانه انا امم مثلا عندي موهبه، نتخيل مثلا عندي اي موهبه، مثلا موهبه معينه، آه، موهبه الرسم مثلا، اي موهبه. وانا عندي موهبه، طب جميل جدا. بس انا اللي هو زي نقول مثلا اللي هو الشخص هي لا خلاص انا عرفت عندي موهبه، او يعني نقول شبيه مثلا ايه شخص لا غرب نفسه، او لا اللي هو متاكد خلاص تمام اللي عنده مقدر تمام، بس ما التزمش، بداش ياخد خطوه، بداش ينمي نفسه، بداش يطور من نفسه. طب حلو عندك موهبه بس ما خدتش خطوه. بس لا طبعا يكون يفضل ان يكون التزام بجانب الموهبه، يكون ميكس بين الاثنين. يكون انا عندي موهبه تمام، حلو ان انا عندي موهبه، بقى اللي هو اكمل ابدا ايه التزم بقى، اشوف ايه الخطوه اللي اخدها الثانيه. لا انا والله مثلا مستواي هنا في الموهبه دي، حلو، ايه الخطوه الجايه اخدها؟ هل مثلا انا حابب احقق مثلا انجاز معين، حابب مثلا اتقدم اكثر في الموهبه دي، فاكون عارف طبعا الالتزام طبعا هيساعدني اكثر. بالظبط، صح، تمام. طيب انت لو رجع بيك الزمن هتخش نفس كليتك تاني ولا هتخش كلية تانية؟ لو رجع بيا الزمن هخش كليه زراعه. لانه انا زي ما وضحت ده كان ألسن هدفي. ولكن انا لو رجع بيا الزمن لا هدخل اكمل في زراعه برضه. ايه طب مش هكمل في ألسن؟ اه انا كان حلمي طبعا ان ادخل يعني كليه ألسن. وانا مبدئيا كلغات مثلا زي اللغه الانجليزيه انا مش شاطر فيها قوي. ولكن مثلا لما درست مثلا ايطالي ودرست فرنساوي واهتميت بيهم شويه وانا كبير، كان الحمد لله مستواي فيهم كويس تمام. ولكن فكره اكتشفت ان انا طب لا، طب ما انا سهل مثلا حاليا ان انا اشتغل كمترجم مثلا او اشتغل ترجمه فريلانسر تمام. اه، ففي كليات ينفع نشتغلها حتى لو مش موجودين فيها، فاهمني؟ يعني صح مثلا صح. على سبيل المثال ترجمة، لغة لو ترجمة وتربيش والكلام ده، بالظبط علم بالظبط نفس ايوه يعني وكده. مثلا ايوه يعني اعرف ناس اللي هو بتنزل مثلا فنادق واماكن، هم مش بيدوروا على الكليه، بيدوروا لا اللي هو المحتوى اللي عندك او الماتيريال اللي عندك تمام. انت والله مثلا متعلم لغه بس تمام جدا جميل، مش بيسالك بقى على الكليه، لا اهم حاجه عندك الماده. بس في كليات طبعا معين مثلا لو جينا مثلا زي صيدله، ما ينفعش انا اجيب اي حد اقعده في صيدليه الا لا طبعا غير لما يكون فاهم ودارس. ليه؟ لانه هي زي طبعا دي مسؤوليه. فلا يعني انا يعني الحمد لله الواحد مثلا رغم اني كنت لا مثلا زعلان ومتضايق في البدايه، ولكن ربنا دايما بيختار الافضل للانسان، ما حدش عارف الخير فين. يعني حتى مم. دايما بيقول لك ايه افرح يعني افرح اللي هو مره لو الحقيقه اللي انت طلبتها جات لك، وافرح 10 مرات اللي هي لو ما جاتلكش. ليه؟ لانه الاولى كانت دي بارادتك انت او انت حابب كده، انما الثانيه دي ربنا باراده ربنا. فحدش عارف الخير فين دايما. بس فلا لو رجع بيا الزمن ان انا هكمل في زراعه، مش هكمل في ألسن، مش هدخل ألسن يعني. تمام، تمام جدا. طيب انت شايف العالم ازاي حوالينا، الظروف حوالينا عاملة ازاي، الناس، التعامل مع الناس، الشغل كده، توصف العالم بايه؟ والله دلوقتي بالنسبه للعالم حوالينا في طبعا اللي هو ناس كتير للاسف بتصدر الطاقه السلبيه، واللي يقول لك الحياه غاليه واللي بيحصل ده في العالم.
ولكن دايما يعني انا بشوف اللي هو والله هو فيه فرص وفي الدنيا حلوه وفي يعني لا في حاجات كتير جميله، ولكن للاسف دايما الناس بتحاول تركز على الحاجه السلبيه ودايما توضحها. ولكن احنا لو جينا مثلا بص على مثلا الحياه الايجابيه هتلاقي كتير، هتلاقي كشغل هو في شغل بس ما فيش مثلا نقطه اللي هو في ناس مش حابه تتعب، فاكره الشغل لا هيجي بسهوله مثلا. طب تمام، يعني على سبيل المثال مثلا في شغل كده مثلا لما يجي شخص يقول لي شغلني اجمع لي شغل، طب حلو جدا انا ما عنديش مانع اجمع لك شغل وفي فرص كتير توفر قدامي. طب مثلا إيه اللي عندك هتقدمه؟ يقول لي انا في اي حاجه هدوس معاك. طب تمام، بس لازم يكون عندك مهاره، ما هو الشخص اللي هيشغلك ده ما هو ما كانش عندك مهاره او علم هتقدمه مش هيشغلك. ولكن للاسف الناس دايما بتلقي حوالينا على الجزء السلبي، او يقول لك في بطال او في كذا او كذا، بس ما فكرتش الاول تدور على نفسها. طب انت قبل ما تقول في بطاله في البلد مثلا فكرت انت مثلا تشوف هل ده تمام؟ يعني على سبيل المثال برضه نذكر الجزئيه دي. كان من فتره حد بعت لي السي في بتاعه بيقول لي انا والله من فتره كبيره اللي هو خريج وما لاقيش شغل والكلام ده كله. قلت له تمام، بعت لي بقى السي في بتاعك. بعت لي السي في بتاعه اللي هو بدات اشوف السي في بتاعه بالنسبه للجزء التكنيكال وتقديره شيء يحترم وعلى راسه جميل جدا. دخلت بقى اشوف المهارات الكورسات فين الكلام ده كله مفيش. فاهمني؟ فالناس دايما بتركز على الجزء السلبي او تقول تقول لك البلد كذا كذا مثلا والله البلد ما فيهاش شغل، البلد ما فيهاش كذا. طب قبل ما انت ما تقول الجزء السلبي هل فكرت انت تدور على نفسك ايه اللي عملته مثلا، او يعني ايه جزء مثلا قدمته انت عشان انا مثلا اقول والله ما فيش شغل؟ فاهمني؟ هل انت برضه فكرت تسعى، ولا اللي هو انا خلاص مثلا خلصت والله انا خلاص اتخرجت وقاعد بقى في البيت مستني حد يكلمني من الشركه يقول لي تعالى بقى يا باشمهندس يا فلان والله في شغل. حد مثلا يقول لي طب انا قدمت، طب تمام قدمت في كم مكان؟ يقول والله نزلت في مكان والثاني واترفضت. طب مثلا ده ليه ما فكرتش تقدم في الثالث؟ ليه فكرت تقدم مره واثنين وثلاثه؟ صح. فاهمني؟ فهي دايما للاسف الواحد يعني ايه في ناس بتشوف الجزء يعني العالم او اللي حواليها سلبي هي او بتشوف جزء الجزء السلبي ومهمل الجزء الايجابي. يعني في ناس كده بالظبط. عادي يعني. بالظبط، ودايما الناس بتحكم على الجزء السلبي على حسبيه اللي هو مثلا النقطه دي في التصويت على حسب السمع. فاهمني؟ يعني انا والله انا سمعت ان مثلا يقولوا المكان ده سلبي ليه دي سمعت مني. طب هل انت جربت؟ يقول لك لا ده انا والله مثلا سمعت ان المكان ده مثلا بيقدم اكل مش لطيف. طب ما منين؟ لا ده والله حد مثلا صير بص او صير كذا فقال لك الحاجه دي سلبيه. فاهمني؟ مم. بس ايوه ايوه، كلام والله عاش. واحد بيستفيد والله، عمال استفاد منك يعني. طيب تسلم تسلم. قول لي كبير كده، انت تفتكر ربنا بيدي مين، المجتهد ولا الذكي ولا المخلص؟ مين إيه مين بيكسب اكتر، المجتهد ولا الذكي مثلا؟ والله هو لو انا ذكي ومش مجتهد ومش بسعى فاكيد ربنا مش هيكافئني. يعني حتى ربنا بيقول لك ايه اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. فاهمني؟ بس مم. هو طبعا لازم شخص يجتهد ويعمل عليها. لانه انا تمام يعني انا والله حد مثلا ذكي حد عندي مهاره وحد ده كله بس انا مش بسعى انا مش بدور. فاهم؟ فايه لازمه الذكاء اللي عندي وانا مثلا مش بجتهد او مش بسعى او مش بدور اني اطور من نفسي؟ فانا معتمد مثلا على المهاره اللي عندي مثلا او اللي خلقني ربنا بيه مثلا. دي حقيقه طبعا جميل ان انا اكون حد ذكي، بس بقى استغله ان انا اطور من نفسي ان انا مثلا اللي هو افتح فرصه لنفسي سواء شغل او اروح مكان مثلا اترقى. مثلا لو انا مثلا شغال في مكان خلاص تمام، طب ما انا اطور طبيعه نفسي اترقى شويه. تمام. هو طبعا انت الاجتهاد بجانب الاخلاص لا طبعا دي حاجه مهمه جدا قوي. صح. الاثنين مع بعض يهموا بعض. طيب بالظبط. بتفكر بقلبك ولا بعقلك، وافضل فيهم شايف الافضل فيهم؟ والله هو احيانا على حسب الموقف يعني. فاهمني؟ يعني في احيان عقلك او قلبك، ولكن مثلا انا احيانا بفكر ممكن على حسب الموقف زي ما ذكرنا اللي هو ممكن القلب احيانا تمام واحيانا بعقلي. انت شخص عاطفي ولا عقلاني ولا ساعات وساعات؟ والله هو بنسبه كبيره انا شخص عاطفي يعني. مم. طب شايف الافضل انك تفكر بقلبك ولا بعقلك؟ والله
من وجهة نظري ممكن يكون العقل أفضل. العقل. وجهة نظر يعني بسيطة. ايوه يا عم، اراء 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 يا باشا، تحترم رايك واحترم، وانا رايي تسلم. واحترم، وكل الناس اراء احترم. تمام. أه. والله برضو انا شايف كده يعني، بس ساعات بحس يعني الشخص العقلاني ده بيكون شرير شويه، وبميل برضو للعاطفه اكتر، بس بقيت برضو بحكم معاه ايه اكتر يعني. طب قول لي كده، ايه اكبر درس اتعلمته في حياتك على مدار ال 26 سنه؟ ايه اكبر درس كويس بالنسبه لك او اتعلمته؟ أكبر درس اتعلمته في حياتي ودرسين آه، ثلاثه لو عايز. اللي هو الإنسان ربنا مديه نعم كثيرة ومش حاسس بيها. يعني فكرة مثلا فكرة الصحة دي، إنك تصحى كل يوم صحتك، معافى. إنك تمشي على رجليك، دي حاجة كنز. يعني لأنه أنا واحد يعني اللي هو عملت أكتر من عملية وعمليات صعبة جدا يعني. كان منهم عملية اللي هو خلاص كده كان فاضل ساعة يعتبروا دمي كله كان نزيف في المصران. وعملية امم. تاني كانت صعبة، كان بقى اللي هو كنت هضطر يعني خلاص كده كان لو العملية دي اتأخرت ورحتش المستشفى كان هضطر بقى اللي هو أسافر بره مصر عشان العملية دي كان كشف عظام ضغط. فلا عملت كده. ففكرة اللي هو الصحة دي كنز وحده، يعني المفروض الإنسان يحمد ربنا عليها. فدي درس طبعا الواحد يتعلمه، الواحد انه مش كل الحياه اللي هي اللي فلوس، ولا كل الحياه انه مثلا آه، حياة لا، ولكن انك تكون صحتك كويسه. فكره ان حد يقول لك والله انا مثلا عندي اكتئاب، دي كلمه برضو مش سهله خالص. ان بتلاقي برضو حد يقول لك والله انا مكتئب، دي كلمه كبيره جدا. انت مش مجرد مثلا ما زعلت كده تقول لا ده انا عندي اكتئاب. في فرق بين الحزن والاكتئاب والكلام ده كله. ففكره انه مثلا انك تكون صحتك كويسه دي حاجه جميله جدا وتحمد ربنا عليها. دي رقم واحد. رقم اتنين برضو من الدروس اللي اتعلمتها وفي ورقات معايا، اللي هو الانسان يسعى ويصبر على نتيجة اللي عمله. يعني زي ما بقول لك هي من زرع حاصد. انت ممكن تزرع دلوقتي بس ما تحصدش النهارده ولا بكره، ممكن تحصد بعده. وفكرة ان انت تسعى وتعمل عليك وبتجتهد باخلاص، انت هتلاقي نتيجة ده. وممكن مش في وقتها، ممكن بعد يوم اتنين تلاتة هتلاقي ده فعلا. وفكرة انك انت برضه تستثمر في نفسك وتطور من نفسك، دي بصراحة هتفتح لك أبواب. ومنها برضو هنا لو جينا نذكرها نقطة النتوركينج، في ناس كتير اللي هنا بتقول لك اللي هو إيه، أنا إزاي أعمل علاقات، إزاي مثلا أبدأ أتعرف على الناس. بتلاقي النقاط الأساسية أو دايما الناس كتير بتذكرها اللي هو يقول لك إيه، انزل إيفنتات مثلا خليك متواجد على لينكد إن. كل الكلام ده جميل. كل الكلام ده جميل، ولكن لو انت بدات تستثمر في نفسك وكنت عامل مثلا براند لنفسك كويس او اتعرفت، هتلاقي الناس فعلا، الناس يعني التايتل بتاعك دي هيقول لك والله اديني الرقم بتاعك ده انا حابب اتعرف عليك. ليه؟ لان انت فعلا حد يعني ايه، لا استثمرت في نفسك وتعبت. فنتيجه الاستثمار حلوه. يعني هتلاقي الناس هي دايركت اللي لا هي دي حابه تتعرف عليك. فدي نقطه كويسه جدا طبعا. دي يعني اكتشفتها من فتره لما بدا يحصل معايا فعلا كده، اللي هو جه كذا شخص طب لا انا حابب اتعرف عليك انا كذا. طب ايه الفكره؟ اللي هو والله الشخص اللي عندي على مثلا الفيسبوك، عندي مثلا كده بيشوف والله اللي بشيره يعني الانجاز ده حد. وطبعا كله ده بفضل ربنا الحمد لله، يعني مش شطاره مني. ولكن الواحد بيحاول يسعى دايما اول باول، يشوف لو في مثلا فرصه يستغلها يستفيد منها، عشان يحاول يساعد مثلا الناس اللي حواليه اللي مثلا ما قدرتش تسافر، ما قدرتش مثلا تاخد الحاجه دي. بس لانه برضه الواحد لما بياخد فرصه او بياخد حاجه فده فضل ربنا عليه. طيب هل انت لسه بتكتشف مواهب عندك وكده، ولا بطلت خلاص؟ لسه شغال على نفسك انك تكتشف مواهب جديده كمان، ولا انت اه قلت خلاص دلوقتي في السي في ولينكد ان وشكرا على كده، اطور نفسي فيهم يا عم واريح دماغي؟ ولا لسه بتكتشف مواهب تانية وحابب تطور اكتر كده؟ حلو جدا سؤالك. وبالمناسبه احكي لك على موقف لسه حاصل معايا يعني كده يا دوب من 3 4 شهور. كان قدامي هنا في سوهاج شركه فاتحه فرصه تدريب. فانا كنت مهتم بالماركتينج جديد، يعني اللي هو حابب ادخل لسه المجال بجانب مثلا انا اتقنت شويه سي في لينكد ان PR. بقول بس تمام الماركتينج ده ايه ادوس فيه شويه، لانه انا شايف الماركتينج عامل زي اللغه.
يعني حاجه مهمه جدا، سواء انت مثلا خريج اي كليه او طالب، فانت محتاج تماركت لنفسك، سواء انت كشخص او لو انت معك بيزنس. فقلت طب تمام خلاص، فتحت فرصه تدريب الشركه دي فقدمت. بمناسبة بمناسبة كلامك دوت عن التسوق وكده، أنا لسه مخلص محاضرة عن التسويق فعلا، كنا بنتكلم في النقطة دي ولسه قايلين حالا. أنا شايف التسويق فعلا مهم لكل الناس، سواء بقى أنت عايز تتعلمه عايز تشتغل بيه أيا كان أنت إيه، كلنا محتاجين نتعلم تسويق. بالظبط بالظبط، زي اللغه الانجليزيه كده. صح. فالمهم كان فتحت فرصه تدريب، فروحت الحمد لله عملت انترفيو تكنيكال، اكسبتد الحمد لله، لانه هي كان كل ما تخلص انترفيو يبعت لك اكسبتد ولا ريفيوز لا سمح الله. فكان اول مم. جزء تكنيكال الحمد لله تمام. بعدين بقى بعتوا لي انترفيو اللي هو انزل جزء اللي هو البيرسونال، اللي بيتكلم يعني عن جزء المهارات وكده. مم. برضو الحمد لله اكسبتد. جاب بقى الانترفيو الثالث اللي هو مع الفاوندر، وده كان تليفون. كنت انا بقى هنا قالوا لي استنى تليفون بقى من الفاوندر اللي هو يتواصل معاك بقى لو ان شاء الله خلاص يعني عشان كده ان شاء الله. قلت له طب تمام. مم. فقعد بقى استنيت تواصل معايا، قالوا السلام عليكم، وعليكم السلام، معاك فلان فلاني من شركه كذا، انت الحمد لله اكدت معانا في جزء كذا كذا، ولكن بقى في كم سؤال حابين نسأله. قلت له تمام. بدأ يسألني كم سؤال. طب تمام، هل انت مثلا تقدر توافق معانا، هل كذا كذا. هو كان كل الفكره بيحاول يشوف ايه يعني، هل مثلا انت شخص معاك وقت، هل انت مثلا شخص هتقدر تدينا وقت، هل هتجرب حاجه جديده ولا لا مثلا خلاص، لان انت كل خبرتك واضحه عندنا اللي هو فكره مثلا السي في، لينكد ان، ماركتنج، الكلام ده كله. ماركتنج كان بسيطه، فكره اللي هو كنت متطوع جابها قلت له تمام. هو بدأ يسألني برضه كام سؤال، فاللي هو ايه تمام خلاص انت كده اكدت معنا ان شاء الله. اول بقى ما نزلت يعني خلاص كده نازل، اتبعتت لي مسج بعد مكالمه الفاوندر اللي هو انت مبروك اتقبلت معانا، ولكن مش في ماركتنج، في البي ام. بي ام دي انا كنت اول مره اسمع المصطلح، اللي هي اصلا بروجكت مانجر. طب يا ربي بروجكت مانجر، انا حد ما اعرفش حاجه. وكمان اتفاجئت ان انا لما نزلت في البدايه في اول ميتنج، لا اللي هو انت كمان نازل كهاي بورد، يعني انت اللي هيد على لجنه. مم. فالمهم كنت قلقان ومتوتر طب ازاي يعني انا لسه حد مش فاهم حاجه، ولسه عامل سيرش على المصطلح لما بعتوا لي المسج. فالمهم بعدها بشويه بعد قبل ما يخلص الميتنج دخل علي فاوندر، ازيك يا جوزيف، ايه الاخبار؟ شوف انا هقول لك الصراحه، انت والله احنا عملنا انترفيو وانت كنت اتجابتش معانا في الماركتنج، بس انت اتجابت معانا في البي ام. طب على اساس ايه جابتني في البي ام؟ قال لي والله من خلال خبراتك ومن خلال مثلا مهارات وتقييمك في الانترفيو كل ده، وانا بدات اعمل سيرش عنك واشوف الفيدباك حوالين يعني الناس الكوميونتي حواليك، عرفتك لا اللي هو اكتر انت هتكون شاطر اكتر عده نقطه البي ام دي. فاللي هو مم. انا دلوقتي بين قرارين، اللي هو انا زعلان وفرحان، زعلت ان انا لا انا كان نفسي اكمل في الماركتنج الحياه الجاي اكمل فيها، وقدامي برضو بي ام خطوه جديده اللي هو انا لا الحمد لله اكتشفت نفسي اللي هو انا شاطر في حاجه زي دي. ودي برضو جاء فيدباك اللي هو كلام اقناعي، يعني مش حد مثلا قال لك لا اللي هو انا عايزك بي ام عندي عشان اللي هو مثلا سيرش انا، لا ده اللي هو انت بي ام ستار 1 2 3 4 وانترفيو كذا وكذا وتقييمك كله وصل لي. طب بين قرنين يعني افرح ولا ازعل. ففرحت جدا ان هو ايه مثلا خطوه زي دي جديده، واللي هو لا اكتشفت نفسي ان انا مثلا مجال زي ده او مهاره زي دي، لا اللي هو الحمد لله ان انا ممكن يعني ايه تتفتح ليا فرصه. وبجانب كده انا كان يفتح لي قدام ايه مثلا فرص برضه في البي ام من فتره من قبل ما ادخل في المجال، واللي هو في برضه مؤسسه او مكان يعني اعرفه اللي هو اقدر اقول انه بسهوله ان شاء الله تعمل لي ريكومنديشن فيه واشتغل. فلما بدات بقى افكر واشوف ايه الدنيا، بعدين فرحت قلت اكيد برضو خير يعني، واللي هو انا شخص اللي هو ايه بحب اجرب، ليه بقى ما اخشش في الخطوه دي؟ رغم انه دايما الناس بتنصح يقول لك ايه مثلا زي ما ذكرتها من شويه، تعالى مثلا على سنه ثالثه او رابعه يكون محدد مصدر او حاجه يكون خلاص مصدر رزق ليك، يعني مهاره متعلمه عشان يبدا يعني بص حتى
كذا صديق ليا بيقول لي اللي هو انت ايه، انت يزيك لو مركز مثلا في مهاره او حاجه من اتعلمتها دي، كان زمانك مثلا اللي هو لا ما شاء الله يعني الدنيا حلوه معاه. ولكن انا دايما بشوف السوق حاليا، واللي هو من الحاجه برضه بحبها ان انا لا اجرب كتير، ان انا اكون عندي شويه مثلا في كانفا الجرافيك، اعرف اخلص الدنيا، هندل الدنيا، اعرف شويه مثلا في برامج الاوفيس اهندل الدنيا، شويه في السي في، شويه في لينكد ان، شويه في البي ار، شويه مثلا في الهيومن ريسورسز، ابقى عندي هي مالتي تاسكينج زي ما بتقول او متعدد المهارات. فبعدين رحت قلت طب يعني نقطه كنا لسه حلوه ان شاء بنتكلم في الله. الموضوع ده كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده برضه من شويه. طبعا كنت سالت يعني يوسف ايه المقوله اللي اثرت فيك في حياتك يعني وكده، او المقوله اللي انت ماشي بيها مبدا في حياتك. قال لي اعرف حاجه عن كل حاجه، واعرف كل حاجه عن حاجه. تمام، بالظبط، ده تأييدا لكلامك اللي انت بتقوله. اتفق معاك وبعدين في جدا. الاخر خالص وبعدين في الاخر خالص كنت بحكي له برضه قصه حصلت معايا يعني في الجيش يعني وكده. وهي حته ان برضه ان حد برضه قال لي قبل كده: وانت ليه ماشي في الهندسه وماشي في التدريب واليوتيوب مش عارف وكده؟ طب ما تركز في مجالك بس. فانت بشوف راي يوسف برضه طلع متوافق معايا، اللي هو لا، احنا الافضل ان احنا فعلا نخش في كذا مجال. اولا بنزود مصادر دخلنا، ثانيا بنأمن نفسنا عشان لو مصدر ولا حاجة وقف في فترة احنا ما نعرفش، ممكن أكون شغال مثلا مهندس في شركة ولا حاجة، يقول لك تاني يوم احنا مش عايزينك، أو مثلا الشركة هتقف أو الشركة مثلا تخسر، أو أيا كان. مثلا أنت ما انتش ضامن أيام كورونا، محدش كان ضامن، وشفنا كل اللي حصل في كورونا، اللي استلف بالظبط، استلف، واللي اتدين، واللي قعد بنشوف مش عارف ايه. لكن احنا لما فعلا نوفر اكتر من فرصه شغل، اكتر من مصدر دخل، ده هيكون افضل لينا. وكل ما نكون لنا مهاره هنا ومهاره هنا ومهاره هنا، كل ما يكون الشخص افضل، كل ما يكون يشيل مسؤوليه اكتر، كل ما يعرف يتعامل في بيته ويتعامل في شغله. اعتقد يعني كده. إيه رأيك؟ بالظبط. طبعا اللي هو انا لما اكون مثلا متعدد المهارات او عندي كذا مهاره ومتعلم كذا حاجه، فالشركه او المكان اللي انا شغال فيه مش هيفرق بيا بسهوله. انما مثلا انا دلوقتي مثلا متعلم مجال معين، طب تمام، لما في ممكن حد اللي هو يكون متعلم اكتر مني مثلا متقن الجزئيه دي او متعلم هنا وهنا هنا، فالشركه طبعا هتاخده. ليه انا لما مثلا بجيب الشخص ده متعدد المهارات او متعلم كذا حاجه بيوفر عليه، انا مثلا بدل ما اجيب مثلا موظفين او ثلاثه وهيعمل الحاجه دي والحاجه دي والحاجه دي، طب ما انا كله. اجيب واحد بس. اه بالظبط، اجيب واحد ويشيل يخلص كل الحاجات دي، فاهمني؟ صح. ففكره مم. طبعا انك انت تكون مثلا زي ما ذكرنا اللي هي ان انا ابقى مثلا واخد معلومه من هنا ومعلومه من هنا، ده طبعا دي حاجه كويسه جدا يعني. طبعا احنا قلنا ازاي تلاقي شغفك او ازاي تلاقي نفسك بكتر التجارب، ان انا اجرب كتير، ان انا اخبط في كل حاجه لحد ما اخبط بالظبط، في تمشي معايا في مجال اعرف ان ده شغفي، وهكذا. بالظبط. اقدم في خدمات تطوعيه والكلام ده. الله ينور. بالظبط. طيب ايه تعريف النجاح بالنسبه لك؟ شايف النجاح عباره عن ايه؟ وامتى تقول ان ده الشخص ده نجح والشخص دوت فاشل او الشخص ده فشل وكده؟ تمام. امتى اقول الشخص ده نجح؟ او النجاح بالنسبه لي ان هو انا يعني لو فشلت مره والثانيه والثالثه مفيش مشكله، اللي هو احاول. الشخص الناجح اللي هو ما بيستسلمش من اول مره. انما شخص فاشل لا، اللي هو انا خلاص كده مثلا جيت مثلا نام اتعلم مجال. ومكسل وخلاص مش مكمل وكده. بالظبط، بالظبط. دايما الشخص الفاشل يعني بيلقي مثلا اللوم على الظروف اللي حواليه، والله ده مثلا انا مش لاقي شغل عشان سبب البلد، بسبب كذا، فاهمني؟ طب ما فكرش مثلا يسعى مره اثنين ثلاثه. انما الناجح دايما لو وقع بيحاول، يعني ايه يعني إيه الفكره؟ يعني اللي هو عادي، انا لو مثلا فشلت المره دي مفيش مشكله احاول مره ثانيه، ولو فشلت المره دي مفيش مشكله احاول المره الثانيه والثالثه لحد ما اوصل، فاهمني؟ انما مش من وعندنا اول مره مثال بقى. اديسون شوف عمل المصباح بعد كام محاوله، 99 بالظبط، محاوله يفشل فيهم وما بالظبط، يئسي. بالظبط. ايوه اصلا انا عايش ايه ليه؟ انا وراي ايه غير ان انا احاول مره والثانيه والثلاث، مش هتفرق ليه؟ بحيث انا لا، انا عندي هدف. فعلا الشخص الناجح بيكون لا عنده هدف وعينه عليا، فانا لا، انا كده كده هوصل له مره الثانيه الثالثه، اشوف انا هوصل الهدف ده ازاي، من خلال ازاي ببقى بتعلم ايه، فاهمني؟ بس ففكره انا ده الفرق بين الشخص الناجح والفاشل. مم. انا برضو بقيت هنا برد على الحاجات ديت، او لما حد مثلا يقول لي انا فشلت او مش عارف ايه او انا يئست او كده. بالذات الموضوع بيبقى كتير في مجال شغلي انا، اللي هو التدريب والتغذيه وكده في المتابعات. يعني لما حد مثلا يمشي على نظام وما يخسش مثلا بعد اسبوع او اسبوعين،
او مثلا حد مثلا يكون عنده مشاكل فيقعد شهر مثلا ما يخسش مثلا، هو تابع مع نفسه من غير طبعا ما نظام او يكلمني او تمرين كده، ويقول لك ده انا بحاول من زمان ومش عارف وما بخس والكلام ده. فبقول لك عشان تخليه يكمل ديت كنت اتعلمتها من حد على اليوتيوب، يعني دكتور على اليوتيوب انا كويس سمعتها منه. هو احنا اصلا لو مش هنعمل الحاجه دي انا ورايا ايه تاني اعمله؟ يعني انا مثلا ب... مثلا فشلت ان انا اخس مثلا، فخلاص ابطل بقى تظبيط اكل وابطل مش عارف انت وراك ايه تاني اصلا تعمله غير ان انت تعمل كده؟ ورانا ايه اصلا بالظبط. غير ان احنا نقرا؟ ورانا ان احنا نتعلم ونطور من نفسنا ونشتغل والكلام ده كله. بالظبط. فاهمني؟ وحتى طيب في. كده يعتبر احنا خلصنا الأسئلة، وبشكرك جدا جدا طبعا يا جوزيف على البودكاست دوت. أنا والله اتعلمت كتير. أنت كنت لسه بقول يوسف من شوية، قال لي كام مقولة كده علقتهم في ودني عشان أمشي بيهم في حياتي. اتعلمت منك والله كتير، وسمعت مقولات أول مرة أسمعها في حياتي حرفيا. فبشكرك جدا جدا والله على كمية المعلومات اللي أنا استفدتها منك ديت. ورب يكون إن شاء الله ينفع بينا، والبودكاست يكون مؤثر وينفع الناس إن شاء الله، ويغير حياة الناس يعني إن شاء الله. إن شاء الله يا صديقي، وشكرا جدا بجد يعني على الاستضافة، وده شيء يسعدني طبعا وشرف ليا. وبإذن الله يعني أتمنى أكون يعني قدرت أفيد حتى لو معلومة واحدة. وربنا يوفق الجميع، ولو في أي استفسار أو أي سؤال مع أي حد بالتأكيد أنا يعني موجود في أي وقت. وربنا يوفق الجميع، وبشكرك مرة ثانية حقيقة، ده شيء شرف ليا طبعا يعني. فشكرا لك بجد يعني. حبيبي كبير والله، شكرا لي أنا، تسلم والله، ربنا ينفع بينا إن شاء الله، ونغير فعلا حياة الناس فعلا، ونسيب أثر إن شاء الله يعني في حياتنا يا رب. إن شاء بشكرك الله. جدا، وزي ما انت قلت ترشح لي اللي هو كورسات كده عن لينكدين والسي في، او الناس بتتابعه كده حاضر. عشان نخلي الناس ايه برضه تتابعها ونتعلم برضه وهكذا، وكلنا نتعلم من بعض يعني، وان شاء الله خير. وبس كده يا حاضر عيوني. كبير، لو عندك اي اضافه عايز تقولها اتفضل. شكرا 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 خالص. حبيبي يا كبير تسلم. طب تمام كده يا كبير، يلا سلام عليكم.